السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير ان شاء الله. النهارده هنحل الاسئله المتوقعه ان شاء الله تبقى موجوده بكره في الامتحان. يلا نشوف مع بعض اول سؤال. اول سؤال بيقول ايه؟ if the slope of the line اوكي معاك بوينت A3 و 2B. تمام؟ طيب بيقول لك الايكوال هاف ايكوال كام؟ هاف. what's the value of A؟ تمام؟ اول ما شفت السؤال بتاعت السلوب انا خلاص عارف السلوب بتاعتي بايه؟ y2 minus y1 x2 minus x1 صح؟ طيب y2 بتاعتي بايه؟ دي تعالى بس نعمل بوينت الاول x1 y1 x2 y2. تمام؟ يبقى انا عيني بكره اول ما نشوف كلمه السلوب فنفتكر القانون بتاعنا y2 minus y1 x2 minus x1. اوكي؟ طيب انا عندي خلاص 2 بوينت بتاعتي y2 minus y1 b minus 3 و2 minus a. الكلام ده ايكوال كام؟ ايكوال هاف. تمام؟ ما خفتش من المساله. ايه ده يا مس ده فيه a و b وانا ده فيه كتير قوي وانا متعود ان انا اشوف حاجه واحده بس يا a يا b صح؟ يا يطلب منك هات a و b. لا لكن انا بيقول لي عايز الفاليو a وانا اصلا معيش البي. فين مشكلتك؟ ما عادي انت لو بصيت الاختيارات هو جايبها بالبي اصلا فعادي جدا مفيش اي مشكله. انا هكمل حل مسالتي العادي ودايما باكد عليك اعرف الحل بالطريقه اللي انت عارفها. يعني هو بيقول لك السلوب فاكتب القانون السلوب واشتغل هتوصل. تمام بس كده. فتعالى نعمل 1 تايمز هنعمل كده كروس مالتيبلاي 1 تايمز 2 a يبقى 2 ماينس a. الكلام ده ايكوال كام؟ 2 تايمز البي 2b 2 تايمز نيجاتيف 3 نيجاتيف 6. فهنقول 2 minus a equal to b minus 6 معايا 2 تبقى ايه؟ minus 2. تمام؟ فال a equal to b minus 8. تمام؟ طيب يا ترى انا رحت تمام 2b minus 8 بس خلي بالك ان دي بالماينس ايه. تمام؟ فما تروحش تختار تجري وتختار 2b minus 8 غلط. تمام؟ هو عايز الايه ولا النيجاتيف ايه؟ الايه. تمام؟ فايه؟ فهنبدل. يعني ايه هبدل يا مس؟ مش هي نيجاتيف ايه ايكوال 2b ماينس ال8. هخلي الايه ازاي؟ هخلي الايه ازاي بالبوزيتيف؟ هخليها الناحيه الثانيه هتروح الناحيه الثانيه فتبقى ايه؟ تمام؟ وال2b هتروح هيبدلوا هبدل الاماكن هتبقى ماينس 2b بلس ال8. تمام؟ فهتبقى هي دي. ماشي؟ تاني هي كانت ايه؟ هي كانت كده minus 8 equal 2b minus ال 8. تمام؟ انا عايز الايه هو قال ايه؟ عايز الفاليو بتاعت الايه. تمام؟ فهبدل اخلي الايه هي الناحيه الثانيه ونيجاتيف 2 نيجاتيف 2b بلس الايه؟ بلس ال 8. تمام؟ طيب ماشي؟ فعملناها كده. سؤال حلو جدا، سؤال حلو قوي. تمام؟ في تفكير لامم كذا حاجه سؤال حلو قوي. ماشي؟ طيب اللي بعده بيقول لك ايه؟ the symbol. تمام؟ بيقول لك ان السيمبل لها كذا طريقه. تمام؟ all of the following كلهم ما عدا مين؟ والله symbol check the factory فعلا. check the desert sand فعلا. patient blood fit test بتحليل الدم. ايوه فعلا. بس pollution ايه ده الكلام ده؟ لا طبعا ما عدا دي. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ which is the following number are proportional. تمام؟ proportional انهي واحده فيهم proportional؟ طب يا مس ثواني كده يا مس انتي قلتي proportion يعني ايه؟ وكمان هما 3 نمبر 3 نمبر يعني عندك الثانيه اللي هي بتبقى السكند والثيرد نفس النمبر صح؟ صح يا مس صح. يعني 2 و6 equal 6 و4. تمام؟ لو انا قلت 2 تايمز ال4 equal 8 فالمفروض اعمل روت ال8 تطلع معايا ب6. لا فدي لا غلط. تمام؟ طب هنا نيجي نقول 8 و 3 احط 3 و5 equal 5 و8. طب 5 تايمز 5 ب 25 فبرضه لا مش هتحصل.
ما ينفعش. و8 تايمز 3 لا مش هتحصل. طب تعالى نشوف 3 و9 و27 اهي 3 9 9 27 بالراحه كده. هي 9 تايمز 9 بكام؟ ب 81. هنا 3 اوفر 9 و9 9 9 تايمز 9 ب 81 و3 تايمز 27 برضو ب 81. يبقى دي اللي هتحصل. تمام. يبقى تاني يا جماعه انتوا منكم من نفسكم بكره لما تشوفوا 3 نمبر، انت شفت 3 نمبر يعني ايه 149 مثلا، يبقى 1 4 اوفر 9 يعني الايه يعني السكند هي نفسها الايه الثيرد. بس خلي بالك هي دي بالنسبه لنا مين بروبورشن. اوكي فدي بالنسبه لنا فيرست سكند ثيرد. تمام. يعني ايه فيرست سكند ثيرد دولت بالنسبه لنا 3 ها بس. فخلي بالك غير لما اقول لك مثلا ايه 5 اكزامبل مثلا 5 6 4 اكس. تمام. يبقى انا هعمل ايه 5 over 6 4 over ايه x. دي بالنسبه لي ايه first second third first 5 over 4 4 over x. في اي مشكله؟ تمام. في اي حاجه؟ مفيش. بس ده بالنسبه لي first وسكند وثيرد وفورث لما يجي لي 4 نمبر. لكن لو 3 فبالنسبه لي النمبر الثاني هو نفس النمبر الثالث. تمام. طيب خش على اللي بعده. تمام. بيقول لك الاكس الاكس ب 2 and الان اكس الان واي ب 2. هات الان اكس ان اكس تايمز الواي. بصوا يا جماعه انا بالنسبه لي الان اكس يعني مثلا جبت لك الاكس بتاعتك بكام؟ ب 1 و2 و3 و4 صح؟ يا ترى الان اكس بتاعتي بايه؟ تمام؟ يبقى انا عد 1 2 3 4 يبقى 4. تمام؟ كام نمبر 4. جبت لك مثلا ان واي يقول لك انا عايز الان واي. وخلي بالك يا جماعه خلوا بالكم لما يقول لكم ان اكس تايمز الواي هو فرق يقول لك اكس تايمز الواي. في فرق جدا في فرق جدا ومن انه يقول لك ان اكس ويقول لك عايز ان اكس بار 2 وغير لما يقول لك عايز اكس بار 2. يا جماعه خلوا بالكم الحاجه دي مهمه قوي. تمام. يعني انا لما اقول لك ايه ان اكس يعني هكتب لك مساله اقول لك مثلا الاكس بتاعتك بكام؟ ب 1 و2 و3 والواي بتاعتك مثلا ب 1 و2. تمام. واقول لك انا عايزه الاكس تايمز الواي وهات لي الاكس باور 2 وهات لي مثلا الواي باور 2 واقول لك انا عايزه الان اكس تايمز الواي وعايزه الان اكس باور 2 وعايزه الان واي باور 2. في فرق ان اكس تايمز الواي يعني ايه؟ ننزلها بس دي شويه تحت. اكس باور 2 واي باور 2. ان اكس تايمز الواي دي بالنسبه لي ايه؟ 1 مع 1 و2 1 مع 2 و2 مع 1 و2 مع 1 و2 مع 2 3 مع 1 و3 مع 2 و3 مع ايه؟ مع 2. تمام. دي المالتيبلاي. لما دي اكس تايمز الواي دي من غير ان بقى اللي هو عدد الاليمنت بتاعت الاكس والواي لما اضربهم في بعض يعملوا ايه؟ طيب هنا الاكس عندي كام؟ 1 2 3 وعند الواي كام؟ 1 و2 يبقى 3 تايمز 2 بكام؟ ب 6. شايفين الفرق لما يقول لك ان اكس تايمز الواي ولما يقول لك اكس تايمز الواي. شايفين في فرق طبعا. فيا جماعه خلوا بالكم بكره في الامتحان هو كده هيجي على الجزئيه دي سؤال ده كده. تمام. طيب ماشي. لما اقول لك اكس باور 2 يعني ايه؟ يعني معناها ان الاكس تايمز اكس تايمز الاكس. لما اقول لك واي باور 2 يعني الواي تايمز مين؟ الواي. يعني الاكس تايمز نفسها مرتين والواي تايمز نفسها ايه؟ مرتين. هي الاكس بتاعتي بايه؟ اهي الاكس يعني 1 و2 و3 يعني هضرب الاكس في نفسها مرتين 1 و2 و3. يلا 1 مع 1 يلا 1 مع 2 همسك كل نمبر 1 مع 3 بعد كده هكمل 2 مع 1 بعد كده 2 مع 2 بعد كده 2 مع 3 بعد كده 3 مع 1
بعد كده 3 مع 2، بعد كده 3 مع 3. شغل عيال بالنسبه لكم ده. تمام. واي باور 2 نفس الحاجه، هكتبها هنا الواي بتاعتي 1 و 2 عشان اللي بيتلخبط اكتبها مرتين تحت بعض وامسك 1 مع 1 و 1 مع 2 و 2 مع 1 و 2 مع 2. تمام. يبقى في فرق ما بين اكس باور 2 واي باور 2. طب ان اكس هنا ان اكس باور 2 يعني هات كام نمبر في الاكس؟ 1 2 3 3 واعمله باور 2. كام نمبر في الواي؟ 2 يعني انا هجيب 2 واعمله باور 2 يبقى دي ب 9 ودي ب 4. انتوا شايفين الفرق؟ ففي خلي بالك ان عايز الان واي ولا عايز الواي باور 2 ولا الاكس باور 2. خلي بالك السؤال ده مهم جدا، مهم قوي. ماشي. طيب هنكمل المسائل بتاعتنا. طيب هنا بيقول لك الاكس ب 2 يعني ايه؟ خلاص اند الواي عايز الان اكس تايمز الواي. طيب ماشي، انا الاكس عندي بكام؟ كام رقم 1 وهو بيقول لي الان واي بتاعتي بكام؟ ب 2 يبقى 1 تايمز 2 بكام؟ ب 2. تمام. واروح اختار ال 2. ماشي. طيب هاجي على المساله اللي بعدها. طيب بيقول لك هنا بقى ايه؟ if the distance بيقول لك ايه؟ if the distance between the point 3 و 2 x of 0. جماعه قال لك distance between قوانين السلوب distance between بايثاغورس يوكليد. القوانين دي تتحفظ زي اسمك السيركل سلندر البريزم السيركل. الحاجات دي زي اسمك، ما ينفعش تخش بكره الامتحان وانت مش حافظها، ما ينفعش. تمام. تلمهم. ماشي. ارجع لفيديو المراجعه، انا لماهم كلهم في بورد واحده. تمام. فارجع وذاكر. طيب انا دلوقتي عندي ديستنس بتوين سهله خالص x ماينس x باور 2 بلس y ماينس y باور 2. تمام. x ماينس x باور 2 بلس y ماينس y باور الايه؟ باور 2. خلاص خلصت. معايا 2 سلوب، معايا 2 بوينت b والاي ايكوال ده المفروض دي a ودي b. ماشي. ايكوال 2 روت ال 5. بالراحه خالص والله عادي، انا هحلها عادي. الاكس بتاعتي ماينس 3 ماينس اكس باور كام؟ ال 2 بلس مين؟ 2 ماينس الزيرو كام؟ 2 ماينس الزيرو باور 2. قال لي الكلام ده ب 2 روت الايه؟ 2 روت ال 5. طيب هي 3 ماينس اكس هسيبها زي ما هي. تمام؟ اهي 3 ماينس اكس باور 2 سبتها زي ما هي بلس 2 ماينس 0 0 باور 2 بكام؟ ب 4. تمام؟ بس هنا 2 ايكوال 2 روت ال 5. تمام؟ طب معلش يا مس كده، هو انا لو يا مس خدت باور 2 للطرفين، تمام؟ مش ال 2 دي هتروح مع الروت؟ يا مس فعلا هيروحوا مع بعض. يبقى فاضل لك مين؟ 3 ماينس اكس باور 2 بلس ال 4 ايكوال 2 روت ال 5 باور 2. 2 روت ال 5 باور 2. الكلام ده طلع معايا بكام؟ ب 20. فهنا عندي 3 ماينس اكس باور 2 بلس 4. خلاص انا خدت ايه؟ عملت سكوير وسكوير. اوكي. فالسكوير طيرت الروت. اوكي. طيب انا عندي بلس 4 هتبقى ماينس ايه؟ ماينس 4. 20 ماينس 4 بكام؟ ب 16. هنكتب هنا في الحته الفاضيه 16 ايكوال مين؟ 3. طبعا احنا باور 2 دي علينا كلها. 3 ماينس اكس باور الايه؟ باور 2. تمام؟ طيب ماشي. هنا هاخد ايه؟ هاخد برضو عشان عايزه اطير ال 2 دي بقى اخد ايه؟ الروت. تمام؟ دي هتبقى بوزيتيف نيجاتيف 4 ودي هتبقى اكس ماينس 3. اكس ماينس 3 هتروح الناحيه الثانيه. تمام؟ يا بوزيتيف يا نيجاتيف. صح؟ يعني انا اعمل ايه؟ اكس ماينس 3 بكام؟ ب 4. يا اكس ماينس 3 بكام؟ بنيجاتيف 4. تمام؟ لو نيجاتيف 3 بلس 4 هتبقى ب 7. طب لو نيجاتيف 3 بلس 3 هتبقى بنيجاتيف 1. يبقى 7 ونيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. مثال فيها افكار تحفه. يعني انا لحد دلوقتي
مسائل حلوه لمالك. تمام، يعني هي لما كل الافكار بتاعت الايه بتاعت الدرس. مساله السلوب ديستانس، مساله السلوب يا جماعه الحاجات دي مهمه قوي. لان اكس والان واي والاكس تايمز الواي الحاجات دي مهمه. تمام، يعني انت بكره في الامتحانك هتلاقي ايه ديستانس، وهتلاقي السلوب، هتلاقي سؤال على الديستانس وسؤال على السلوب. ده كده يعني انت داخل الامتحان في سؤال على الديستانس وسؤال على السلوب، سؤال على السيركل سلندر. دي حاجات مهمه قوي، هتلاقي فيه سؤال، هتلاقي فيها سؤال. اليوكليد بايثاغورس هو هيمسك عندك الكتاب، عندك المنهج هيجيب من اقل من كل يونت على الاقل سؤالين. تمام. طيب هنا what is the solution set of the inequality؟ عبيطه قوي، سهله. تعالى نجدف 3 خليها الناحيه الثانيه ايه؟ نجدف 3 خليها الناحيه الثانيه ايه؟ بلس 3 يبقى 8. تمام، 2x نجدف 3 هتبقى بلس 3 هتبقى ايه؟ 4. تمام. طب هعمل ديفايد 2 وديفايد 2 وديفايد 2. تمام، 4 ديفايد 2 2 راحت مع 2 هتبقى x. 8 ديفايد 2 هتبقى ايه؟ 4. جماعه سهله. سؤال الانيكواليتي ده في جيبك يعني انت ما ينفعش تخرج من الامتحان وانت مش حله. سهل خالص. عايزه اقول لك لو الرقم جنبه كده يبقى هو كده ايه؟ اوبن. يبقى ايه عندك الايه الفتره بتاعتك اوبن. طب لو كده او كده يبقى ايه؟ كلوز. هتبقى ايه؟ كلوز يا جماعه. او برده دي كده هتبقى برده ايه؟ اوبن. تمام. طب انا التو بتاعتي اوبن صح؟ مفيش ايكوال لان انا حطيت ايكوال دلوقتي. تمام، ايكوال لا تروحوا تفتكروها ان هي ايكوال. تو تمام هيبقى اوبن. هتبقى ايه؟ اوبن. التو بتاعتي اوبن. تمام، والفور ايه؟ كلوز. هتبقى بتاعتنا 2 ايه و4. نركز مع بعض ماشي. يلا النمبر اللي بعده. طيب وات ذا diameter؟ بصوا يا جماعه انتوا سمعتوا diameter يعني عايزين الراديوس. حلو. مسائل السيركل سلندر، مسائل السيركل كلها ما بتتحلش غير بالراديوس. يبقى تاني عشان بكره هلاقي واحد عامل لي في الامتحان شغال بالديامتر، هو بيديك الديامتر فبيبقى عايز منك الراديوس. تمام، فانت بالله عليك انت بكره في الامتحان مسائل السيركل سلندر ومسائل السيركل كلها بتتحل بالراديوس، كلها بتتحل بالايه؟ بالراديوس. اوكي، يبقى انا عندي وات ذا diameter length of the circle with area ب 36 باي. تمام. طيب ماشي، عايز الديامتر. اوكي طيب ركز معايا. انت لو معاك الراديوس هتجيب الديامتر. طب انا دلوقتي ايه مديلي الاريا بتاعت السيركل. الاريا بتاعت السيركل ايه؟ اكتب. فاحنا عندنا الاريا وعندنا circumference وعندنا الديامتر بالدي ار. طيب هجيب هنا الاريا بتاعتي باي ار بار 2 ايكوال 36 باي. تمام، الباي راحت مع الباي فاضل لي الار بار 2 ب 36. تمام، هروح اعمل روت ال 36 هتطلع معايا ب 6. حد هيقول لي دلوقتي بوزيتيف او نيجاتيف 6. احنا ما عندناش الراديوس ولا اللينس بالنيجاتيف. تمام، ما عندناش، ما بتحصلش. تمام، ولا الراديوس ولا باللينس. فانت هتبقى 6. هتبقى ايه؟ هتبقى 6. بس انت بس قلت لنا تمام انت بمجرد ما تعمل روت بايدك يبقى الرقم بوزيتيف ونيجاتيف. ماشي، حلو. بس انت ليك عقل. هل انت شفت عمرك كده شفت ريديوس بالنيجاتيف او لينس بالنيجاتيف؟ لا. تمام. طيب يبقى بكام؟ يبقى ب 6. حلو. طيب انا عندي الديامتر لينس، عايز الديامتر. انا جبت الريديوس بكام؟ ب 6. الديامتر بتاعتي هي كانت ايكوال كام؟ 2 ار. يبقى انا 2 تايمز 6 ايكوال 12. موضوع ابسط ما يمكن. طيب هنا بيقول لك A over 5 B over 3. What's the value A plus B A minus ال B؟ مسألة عبيطة جدا. تمام، ال A equal 5M وال B ب 3M. خلصت. هاخدهم الاتنين واعوض. ال A بتاعتي ب 5M وال B ب 3M. ال A ب 5M وال B ب minus 3M. 8M و5 minus 3 ب 2M. M راحت مع الام. 8 ديفايد 2 ب 4 بس هتبقى ب 4.
مساله عاديه جدا، عاديه قوي. بشيل الايه واعوضها ب 5 ام والبي ب 3 ام. يا ممكن يجي لك كده a اوفر b ايكوال 5 اوفر 3. هي الايه ب 5 ام والبي ب 3 ام. تمام. طيب هنا بيقول لك في نمبر 9، في نمبر 9 if x 4 minus x what's the value of the f negative 4. بالراحه كده يا مس، بالراحه. انت عارفين كويس اللي هنا x صح؟ الاكس دي هشيلها واقعد مكانها بنيجاتيف ايه؟ 4. يعني انا هنا هشيل كل اكس واقعد مكانها بنيجاتيف 4 ايكوال 4 ماينس 4. تمام؟ يبقى اف نيجاتيف 4 بكام؟ ماينس بوزيتيف، يبقى 4 بلس 4 ايكوال 8. مسألة عادية قوي. تمام؟ اعرف الفكرة دي. تمام؟ كان في دلوقتي هنشوف فكرة دلوقتي. تمام؟ طيب بيقول لك ان عندك الاف اكس ب 2 اكس ماينس الايه؟ اف اكس ب 2 اكس ماينس ال1. تمام؟ طيب بيقول لك ان هي على الواي اكسس، على الواي ايه؟ ذا واي اكسس. على الواي اكسس يعني الاكس بتاعتي بايه؟ بزيرو. فين الاكس بتاعتي بزيرو؟ يا دي يا دي. خلصت. انا مش مطلوب مني اقرا السؤال، انت مش ماده انجلش فتقعد بقى وتقول ذا لينير فانكشن مش عارفه ايه ستريت ذا لاين ذا ايه الكلام ده. انت شوف الحاجه اللي انت عايزها في فانكشن وكملت. واي اكسس دي اللي انا عارفها، ده اللي انا عارفها في الماس عندي. يا جماعه ما تضيعوش وقتكم بكره، يا جماعه ما تضيعوش وقتكم بكره، يا جماعه اقروا المساله صح، اقروا، خلي عينكم تقرا المساله صح. تمام. طيب انا هنا الاكس يا بزيرو يا بزيرو، يبقى انا عندي في الامتحان يا دي ولا دي. خلاص. طيب الاكس بتاعتي بزيرو، اشيل كل اكس واقعد مكانها بايه؟ بزيرو. 2 تايمز 0 0 0 ماينس 1 يبقى 0 ماينس 1. سؤال حلو قوي. تمام. طيب السؤال اللي بعده اهو بيقول لك ايه بقى؟ الاكس ب 1 و 2 والواي ب 5 و 6 زائد ال 5 وال 1 5 وال 1 مع مين؟ بص يا عم، هي 5 1 يعني هي تبقى واي تايمز الايه؟ واي تايمز الاكس. من الاخر يعني واي تايمز الاكس عشان دي واي والاكس. طيب هنا بيقول لك ايه؟ معاك رينج، انت عايزه ايه؟ ذا رينج. بالراحه كده يا مس. انت يا مس الرينج قلتها لي في فيديو المراجعه اللي عملت ريليشن مع الاكس، النمبر اللي عمل ريليشن مع ايه؟ مع الاكس. طيب مين النمبر اللي عمل هنا ريليشن مع الاكس؟ ال4 وال5، ال4 والايه؟ وال5 صح؟ يبقى 4 و5. تمام؟ يعني بمعنى انا هاجي اقول لك هنا الاكس بتاعتي كذا والواي بتاعتي بكذا. تمام؟ واقول لك 2 و3 و1 واقول لك 1 و3 و2. ال2 عملت ريليشن مع ال1 وال3 عملت ريليشن مع ال3 وال1 راحت عملت ريليشن مع ال1. يبقى انا الرينج بتاعتي ايه؟ 1 و3. طب و2 لا، ال2 ما عملتش ريليشن فطبعا مش بالنسبه لنا الرينج. فالرينج احفظها اللي عملت ريليشن مع الاكس، اللي عملت ريليشن مع الايه؟ مع الاكس. اوكي. طيب سؤال رقم 13 سولوشن بيقول لك معايا 2x minus 3 5x plus 9. والله يا مس بالراحه كده انا هقسم كده ال 2x اهي، مين اللي شبهها الناحيه الثانيه؟ 5x يبقى نيجاتيف 5x يبقى نيجاتيف 3x. 2 minus 5 نيجاتيف 3x. دي ب 9 نيجاتيف 3 هتبقى بلس 3. 9 بلس 3 هتبقى ب 12. اوكي. يبقى انا عايزه ايه؟ هعمل 12 كده. تمام. وانزل بقى دي نيجاتيف 3x صح؟ هعمل ديفايد نيجاتيف 3 وديفايد كام؟ نيجاتيف 3. تمام. هي نيجاتيف 3 هتروح مع النيجاتيف 3. تمام. فهتبقى x و 12 ديفايد نيجاتيف 3 هتبقى نيجاتيف 4. بس ثواني كده يا مس، ثواني. هي كده يعني هنا مش هتفرق معايا لا هتفرق. تمام. هي النمبر كان في الاساس هنا ايه؟ بالبوزيتيف صح؟ فانا خليته بالنيجاتيف فغير العلامه، غير الايه؟ العلامه فتبقى نيجاتيف 4 عادي جدا. تمام. طيب فانا ايه؟ نيجاتيف 4 غيرتها خليتها بنيجاتيف ايه؟ 4 زي ما هي، بس
لما تبقى هي بالبوزيتيف هنا او الناحيه دي كانت كلها بالبوزيتيف، اوكي، وانا خليتها بالنيجاتيف، بتغير الايه؟ بتغير الساين، بتغير العلامه، اوكي. يعني لو كده هتخليها كده، لو كده كانت هتخليها برضو بالشكل ده، تمام. طيب ماشي، يبقى انا عندي اكس نيجاتيف 4، تمام. نيجاتيف 4 دي هتبقى ايه؟ كلوز، بشكل كلوز، اوكي. فانا عندي هنا النيجاتيف 4 اصلا هي الوحيده اللي فيهم كلوز، اوكي. وبعد كده انفينيتي، ما انا هنا معناها ان الاكس اكبر من نيجاتيف 4، يعني ممكن تبقى نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 لحد ما لا نهايه بقى، تمام. سؤال حلو وكويس يعني، ماشي. طيب وات ذا سلوب اوكي، سلوب اوف ذا لاين، ماشي. طيب مين هيقول لي رول سلوب؟ حليناها اول سؤال. لا بجد قولي، يعني احنا بكره عندنا الامتحان، يعني نعمل اي حاجه سوا، يعني حسوني ان انتوا بجد مذاكرين، تمام. y2 minus y1 x2 minus x1. على فكره الجيومتري ما فيهاش صعوبه، يعني انتوا ما عندكمش بروف، مسائل البروف بقى اللي هي جماعه انتوا الترم الاول بجد مش هنقول كان المنهج الترم الاول صعب برضو، بس كان طويل شويه وكان عايز حل كتير برضو. ده هنا يعني ده هو اصلا جايب لك القانون السلوب وديستانس، حاجات كده بسيطه، تمام. فهتبقى y2 7 minus 3 سهله خالص، و 5 minus 2 5 minus 2 يبقى بلس 2، يبقى تبقى 4 و7 خلصت، تمام. alright circular cylinder. بصوا يا جماعه، circular cylinder انت المفروض يبقى معاك ايه؟ انت بتشتغل بالراديوس، اوكي. طيب ايه القانون بتاعها؟ اكتبها ورايا عشان انت لو ما اتفرجتش على فيديو المراجعه. السيركلر سلندر ايه؟ الاريا بتاع الفوليوم، قصدي الاريا هايت، ولا دي الفوليوم. طب والليترال اريا اللي هي ايه؟ بريمتر هايت. طب بالنسبه لي التوتال اريا هتبقى ايه؟ الليترال اريا بلس دبل الاريا، دبل الايه؟ الاريا. طب يا مس بمعنى يعني ايه؟ مش انا عندي السيركلر سلندر بالشكل ده، اوكي، يعني اريا واريا البيس بتاعت الاريا، صح؟ يعني ايه؟ طب فاكر الاريا بتاعت السيركلر ايه؟ طب السيركلر كتبتها، انت كتبت القوانين بتاعها، تمام. الاريا السيركلر ايه؟ 2 باي ار باور 2، تمام، تايمز الهايت. طب البريمتر 2 باي الار تايمز الهايت، تمام. الليترال اريا اللي هي دي اللي هي 2 باي الار تايمز الهايت بلس دبل الاريا، يعني 2 باي ار باور 2، تمام. مهم قوي الرول تتكتب يا جماعه، تمام. طيب تعالوا احنا هنا عشان نحل هنا. طيب هنا بيقول لي write تمام this diameter of the lens 10، تمام 10، اوكي. انا قلت لك في الحاجات دي بتشتغل بالايه؟ بالراديوس، اوكي. يعني هاف ال 10 كام؟ هاف ال 10 كام؟ 5، يبقى الراديوس بتاعتي بكام؟ ب 5. هو مديني الهايت بكام؟ ب 15، الهايت ب 15. عايز الايه؟ عايز الفوليوم. والله يا مس الفوليوم انت معرفاني الاريا هايت، يعني الاريا ايه؟ هتبقى ايه؟ باي ار باور 2 تايمز الهايت، تمام. هو قال لي هو عايزها بالباي، خلاص هنزل الباي زي ما هي. الار بتاعتي، على فكره السؤال ده كان في يعني شبهه بالظبط في كتاب التقييمات، تمام. طيب الار بتاعتي بايه؟ بالمناسبه كتاب التقييمات يتحل كله ويك 1 لحد ويك 13، بليز يتحل كله. انا حله منه جزء، حله منه من 9 ل 12 تقريبا، وبعد كده حله منهم فرق، يعني حلهم كله ما عدا 5 و6، ما عدا 5 و6 و7 يعني، تمام. فيعني ايه، انا برضو يعني ارجعوا اتفرجوا عليه، ماشي. طيب الار بتاعتي بكام؟ ب 5 باور 2 تايمز الهايت بكام؟ ب 15، تمام. ونطلع الناتج بتاعنا اللي هو ايه؟ باي 5، خلاص كده زي ما هي 5 باور 2 تايمز ال 15. الكلام ده طلع معايا بكام؟ 375، تمام. خلوا بالكم يا جماعه وانتوا في الامتحان، عايزه الفوليوم سي ان كيوب، سنتيمتر كيوب، تمام. عايز الاريا يبقى
سنتيمتر سكوير. تمام. عايز البريمتر هتبقى ايه؟ سنتيمتر عادي. نفس الكلام على نفس الكلام. يعني هو مثلا لو جايبها لي بالمتر دي، لو جايب الارقام بالمتر يبقى لو عايز الكيوب متر، لو عايز الفوليوم متر كيوب، لو عايز الاريا متر ايه؟ سكوير. تمام. فركزوا يا جماعه في الحاجه دي. ماشي. طيب عشان هو مش هيجيبه لك، ممكن اصلا يلخبطك، يكتب لك دي باور 3 ويكتب لك دي باور 2 ويبقى نفس الناتج. يعني مثلا يشيل دي ويقول لك 375، فتبقى في الامتحان انت مش عارف اصلا تختار انهي. تمام. فالحاجه دي خدوا بالكم منها. تمام. الفوليوم بتبقى الايه؟ الحاجه بتاعتها بالكيوب، الاريا بتبقى بالايه؟ بالسكوير، بريمتر بتبقى عاديه، بتبقى متر عاديه عادي او سنتيمتر عاديه عادي. تمام. طيب نخش على اللي بعده. بيقول لك ايه؟ A B و C دي ب 2/3. طب انا لو عملت A بلس 3 C و B بلس D هتبقى برضو ب 2/ايه؟ S3. تمام. طيب خش اللي بعدها. بيقول لك ايه؟ الاكس is the positive mean proportion between the number 54 and 24. what's the value of x. صدقوني يا جماعه احنا لما بنقرا السؤال بالشكل ده الاكس از انت اصلا نسيت انت قريت ايه في الاول. بالراحه. الاكس از بوزيتيف. تمام. هو مين. تمام. the numbers between the numbers 54 and 24 x. بالراحه خالص. هو قال لي مين؟ يعني دي 54 وهي مين؟ يعني تبقى اكس واكس. الكلام ده على مين؟ على 24. تمام. هو عايز الاكس يبقى اكس باور 2 ايكوال 54 تايمز مين؟ 24. طلع معايا الرقم ده 1296. عايز الاكس هروح اعمل روت النمبر 1296 يبقى ايه؟ روت تطلع معايا ب 36. هتطلع معايا ب 36. تمام يا جماعه. انتوا ما بتقروش انجليزي يا جماعه، دي ماس. يعني انا والله العظيم انا جربت اهو معاكم عشان بس تعرفوا انتوا اللي بيتوهوا. يعني انا كتيتشر والله العظيم انا بقرا المساله حسيتها صعبه بجد. اللي هو ايه ده؟ هو عايز ايه برضه؟ تمام. انت حط اكس از بوزيتيف خلاص. انت بتستفاد من الارقام. النمبر دي اهي 54 اند مين؟ اند 24. اوكي. عايز الفاليو اكس. ماشي. طيب اللي بعدها بيقول لك ايه بقى؟ ان اي بي سي ان ايه؟ ان ريكتانجل. ان عندك الايه كذا والسي كذا. وات ذا لينس بي دي. طب بالراحه خالص. انت عندك الريكتانجل بتاعتك ايه؟ بيقول لي ايه؟ اي بي دي. اي بي دي سي. صح؟ طيب مديك الاي سي. عايز مين؟ البي دي. طب بالراحه كده. افتكر مش احنا لو قلنا او لو دي 3 فهتبقى ب 3 صح؟ طب ما انت لو جبت اللينس الديستانس ما بين الاي والسي اكنك جبتها ما بين البي والايه والدي. سهله خالص. هو بس ايه؟ حب يبقى ايه يعني اللي هو لا يلا بقى يعني نحط لهم كده حاجه يخافوا منها. طب انت عارف من كي جي ان مثلا لو دي 4 فدي بقى دي 4 وال3 صح؟ ده ريكتانجل. طيب ماشي. القانون بتاعنا بص يا جماعه انا هكتبه هنا. بص x ماينس x باور 2 بلس y ماينس y باور 2. تمام. طيب ماينس 4 باور 2 ماينس 4 باور 2 بلس ماينس 1 ماينس ال 5 باور كام؟ باور 2. تمام. طيب يلا نكمل الكلام ده على الآلة. ماينس 4 باور 2 بلس ماينس 1 ماينس 5 باور 2 طلع معايا بكام؟ ب 10. تمام. طيب المسألة اللي بعدها يبقى دي ب 10 يبقى هي 10. طيب بيقول لك المسألة دي في فيديو المراجعة كانت جايب عندك في أول امتحان في اكزام 1 في كتاب المعاصر. اوكي. وقلت لك أول ما تشوف رقمين هو كسبه بنسبة 80%. تمام؟ اوكي. هما لعبوا ايه؟ هما عايزين يتوقعوا هما لعبوا كام ماتش؟ 35. هتاخد الاثنين مالتبلاي. قلت لك اول ما تشوف السؤال ده
بتعمل مالتي بلاي على طول. يعني ايه بريزنت على ايه على طول من غير ما تحولها. 35 لسه معاك 28. تمام. اول ما تشوف السؤال ده معاك بريزنت ومعاك نمبر خدهم على طول مالتي بلاي، خلصت. تمام. طيب شوف السؤال اللي بعده. طيب هو بيقول لك هنا نفس السؤال بتاع اللي انا لسه حلاه دلوقتي، اللي هو كان ايه على بي ايه على 3 ايه اوفر 5 والبي اوفر 3. طب ما انا هنا 3 ام و5 ان. طب مثل انا متعود عادي غيرهم ام مع اوفر 3 وان اون ان 5 عادي مفيش اي مشكله. عادي مس نغيره عادي. وات ذا فاليو اوف الام. تمام. طيب هو بيقول لك ايه عند الام ماينس الان ب 6. تمام. وات ذا فاليو اوف الام. ثواني يا جماعه شوف بس السؤال ده جاي لي منين. نمبر 4 ده اكزام كام؟ 6 نمبر 4 سي. مش انا هقول له مثلا هنا 3m ماينس ال 5m صح ولا لأ؟ الكلام ده ايكوال كام؟ 6. ف 3 ماينس ال 5 ماينس 2 ايكوال ال 6m. فالماينس 2 ديفايد نيجاتيف 2 ديفايد نيجاتيف 2 فالام تطلع نيجاتيف 3 فالام كلها على بعضها نيجاتيف 3. تمام. يلا نعمل طبعا مونتاج دي. طيب يلا نكمل. هنعمل مونتاج الحته دي. اوكي. طيب اوكي هنعمل مونتاج يا انس للحته دي. تمام ماشي. طيب انا هقف شويه عشان تعرف. اوكي يلا. m minus n ب 6 what the value of ال m. هو عايز الفاليو بتاعت مين؟ بتاعت ال m. طيب براحه خالص يا جماعه. احنا مش قلنا ال m على 3 وال n 5 عادي. اخد ال m اقعد مكانها بكام؟ ب 3m صح؟ ماينس ال n ب 5m صح؟ عشان انا قلت لكم هتشيلوا بقى يعني هنا مثلا ال m بتاعتي ب 3m عادي صح؟ وال n بتاعتي بكام؟ ب 5m عادي. هو عايز ال m اللي هي الكونستانت اللي هي الثابته هتبقى بايه؟ تمام؟ طيب بالراحه خالص. 3m ماينس ال 5m 6 صح؟ 3m ماينس ال 5 ماينس 2m ايكوال 6 يبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 يبقى الام بتاعتي بكام؟ بنيجاتيف 3. الام بتاعتي بكام؟ بنيجاتيف 3. تمام؟ طيب انا عندي دلوقتي هو عايز الام كلها على بعضها. تمام؟ مش انا قلت لك هنا مش هي كده هنا ام على 3 وان على 5 وقلت لك يعتبر الام بتاعتك ب 3m وقلت لك الان يعتبر ب 5n صح؟ يبقى انا هشيل الام واقعد مكانها بايه؟ بنيجاتيف 3. 3 تايمز نيجاتيف 3 بنيجاتيف 9. تمام؟ سؤال حلو. طيب تعالى. طيب سؤال رقم 21 دي العادية. عارفين اول سؤال اللي كان فيه A و B ده بالنسبة لي مسألة تحفة بصراحة تلخبط. يعني ايه اول ما حد يشوفها يخاف اللي هو ايه ده انت ازاي جايب لي 2 unknown؟ احنا متعود ان انا يبقى معايا ناون واحدة بس. فاول سؤال في الفيديو كان تحفة بصراحة. السلوب اوف ذا ستريت لاين. اوكي. فهو بيقول لك نيجاتيف 4 و6 6 نيجاتيف 7. حبيبي انت معاك القانون بتاعك y2 minus y1 x2 minus x1. يبقى انا عندي الكلام ده ايه؟ نيجاتيف 7 نيجاتيف 4 نيجاتيف 7 نيجاتيف 4 يبقى بلس 4. تمام؟ طيب 6 ماينس الايه؟ الكي. 6 ماينس الكي. الكلام ده ايكوال كام؟ هو قال لي الاسلوب بتاعتي بنيجاتيف. طب انا احل هنا انا ليه معزمه نفسي؟ تبقى ايه؟ نيجاتيف 7 بلس 4. تمام؟ 6 ماينس الكي. الكلام ده ايكوال كام؟ قول لي تبقى ايكوال كام؟ نيجاتيف 1 اوفر 3.
حلو. طيب انا دلوقتي عندي ايه؟ تعالي نحلها. نرفع شويه. هنمسح الحته دي. تمام. حلها من تاني بقى كده. نمسح هنا عندنا نيجاتيف 7 نيجاتيف 7 نيجاتيف 7 نيجاتيف كي يا جماعه، معلش نيجاتيف كي. تمام. و6 نيجاتيف 4 يعني 6 بلس 4. الكلام ده ايكوال كام؟ نيجاتيف 1 اوفر 3. يعني نيجاتيف 7 نيجاتيف كي هسيبها في حالها ماليش دعوه بيها. طيب وعندي 6 بلس 4 كام؟ ب 10 ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 3. تمام. هنعمل كروس مالتيبلاي. نيجاتيف 1 تايمز 10 نيجاتيف 10. تمام. و3 تايمز 3 تايمز نيجاتيف 7 نيجاتيف 21. و3 تايمز نيجاتيف كي يبقى نيجاتيف 3 ايه كي. تمام. نيجاتيف 21 هتروحي الناحيه الثانيه بلس 20 ايه 21. تمام. نيجاتيف 3 كي انزلها. تمام. نيجاتيف 10 بلس 21 هتبقى ب 12. نيجاتيف 10 بلس 21 اوكي هتبقى ب 11. هتبقى بكام؟ ب 11. ماشي. يبقى اعمل ديفايد نيجاتيف 3 وديفايد نيجاتيف 3 راحوا مع بعض يبقى الكي بتاعتي ب 11 نيجاتيف 3 وعادي تطلع معاك بالفراكشن قدام انت شغال صح. تمام. طيب ماشي. السؤال اللي بعده اللي انا نبهت عليه قلت لكم انت معاك هنا الايه؟ معاك الاكس ب 1 ومعاك الواي ب 2. الاليمنت بتاعت الاكس كام؟ 1 والاليمنت بتاعت الواي بكام؟ 1. هو عايز ان اكس تايمز الواي يعني 1 تايمز ال 1. تمام؟ بص انا عايزاك تشوف هتطلق ايه؟ 1 و 2 علشان هو عارفك انك بطبعك ايه؟ لا حد كويس حد شاطر. تمام؟ فبس يعني هتبقى 1 تايمز 1 فلاقي حد بيختار لي 1 و 2. يا جماعه عامل ان يا جماعه خلوا بالكم والله العظيم يا جماعه مش اللي بيحل اسرع هو الاشطر. اقعدوا بكره في الامتحان عادي وحلوا وخدوا وقتكم لحد اخر وقت وراجعوا تاني. تمام. ان تمام. هو رايح هو عشان عارفكم ان انتوا حد يعني ناس جميله جدا فتروحوا تختاروا 1 و 2. يا جماعه ركزوا بجد. ماشي. طيب the radius length of the ماشي base circular cylinder is 5 دي 5. تمام. and its height 15. تقريبا لسه حلينها كانت بتتطرد معانا بايه؟ هو عايز هنا بقى ايه؟ التوتال اريا. اقسم بالله احنا كنا جايبينها بنفس الارقام فوق على فكره. تمام. بس هو هنا كان هناك عايز الفوليوم وهنا عايز التوتال اريا. تمام. طب بالراحه خالص. يعني عارف انت عايز التوتال اريا يعني ايه؟ بصوا يا جماعه انا كان والله في مدرس الله يكرمه كان يعمل ايه؟ تمام. كان مدرسي في الساينس كان بيعمل ايه؟ يقول لي اكتبي القانون بتاعك وشوفي هو عايز ايه الاول. ليترال اريا ودبل الاريا صح؟ اروح انا اقول له انا عايز الليترال اريا. اوكي. اروح انا اجيب له الليترال اريا بعيد عنه. انا عارف الليترال اريا بكام؟ بريمتر هاي اللي هي ايه؟ 2 باي الار 2 تايمز هو جايبها لي بالباي عادي. الار بتاعتي بكام؟ وكان برضو بص والله كان بيخليني المساله بتاعتي الار كانت ب5 مثلا يخليني اكتب الحاجات اللي انا عارفاها وال15. تمام. لان طبعا الساينس عندكم بيبقى فيه مسائل زي شبه دي شويه وبتحلها بنفس الطريقه على ما اعتقد يعني. ليترال اريا 2 تايمز الباي تايمز الار بتاعتي 5 تايمز الايه؟ الهايت بتاعتي بكام؟ ب 15. بس كده يبقى 2 تايمز ال 5 تايمز ال 15 طلع معايا بكام؟ 150 باي. تمام. طيب وبعد كده عايز مين؟ دبل الاريا. يعني ايه؟ الاريا بتاعته باي ار باور 2 انا خليها باي ايه؟ باي 2 يبقى 2 تايمز الباي ومعايا الار بتاعتي بكام؟ ب 5 باور 2. تمام. يعني 2 تايمز ال 5 باور 2 طلع معايا بكام؟ ب 50. طلع معايا بكام؟ ب 50 باي. تمام. ودي ب 100 ايه؟ 50. والله انا جبت الاثنين ادخل هنا هتبقى 150 باي بلس 50 باي. بس كده ماشي. 150 بلس 50 هتبقى 200. انتوا شايفين يا جماعه الحلاوه؟ شايفين ايه اللي بيحصل هنا؟ سؤال حلو قوي.
تمام. شفت طريقه الحل؟ انت لو حليت بنفس الطريقه والله مش هتتلخبط. شوف انت المساله عايزه منك ايه. تمام. طيب هنيجي هنا بيقول لي ايه بالراحه كده خالص. بيقول لي A B C و B C D 3 what the value of A plus B. ما هي يا مس ب 3 هي ولو عمل لها بلس ولا هي كده كده هتبقى ب 3 ما فيهاش حاجه. تمام. طيب في مساله تحت، لا خش على اللي بعده. ماشي تعالوا بس نتاكد ان كانت اللي قبلها كام. بصوا كانت 24 يبقى بعدها 25. طيب يلا السؤال ده بيقول 3A equal 6B 8C. فيقول لك وات ذا فاليو ال بي سي. هتروح انت هتجري تعمل 3 6 8 فغلط. غلط والله بجد. وبتيجي بقى تعمل ايه في الامتحان بقى؟ يا مس انا حل الامتحان كله صح. فنلاقي بقى في النتيجه اصلا يعني انت لو يعني مش نتيجه اصلا بتقول انا هفضل انا مظلوم، انا لا المدرسه ظلمتني، اصلي انا عامل مشكله مع ميس كذا في المدرسه فهي نقصتني. تمام. لا يا جماعه انتوا بجد تبقى دي النتيجه. يعني هو بيقول لك اي بي سي فتروح 6 3 6 8 بجد احلف كده بجد. لا يا جماعه مش كده. فانا 3 اي دي هخليها مثلا ايكوال ام. تمام. ف 3 اي ايكوال ام فانا هتبقى الاي لوحدها هتبقى ام اوفر 3 صح. طيب اللي هي مثلا هتبقى 1 اوفر 3. اوكي. طيب 6b equal m فنفس الكلام هتبقى 1 over 6. تمام. طب 8c هتبقى ايه 1 over 8. هكتبهم انا جنب بعض هنا 1 over 3 1 over 6 1 over 8. تمام. طيب يبقى 1 over 3 1 over 6 1 over 8. طب الثلاثه دول مش شبه بعض اعمل لهم ايه 3 و6 و8 اعمل لهم ملتبلاي 24 صح. يلا 24 3 هتبقى 8. تمام. طيب و24 ديفايد 6 4 عملت ملتبلاي هتطلع معاك ب 4. 24 8 هتبقى 3 يبقى 8 4 3. مساله حلوه يا مس تيجي في الامتحان تيجي في امتحانات بس ايه بقى يعني معانا مثلا محافظه القاهره دي بقى دايما سهله. تمام. عندنا مثلا لا في بعض الادارات بتبقى تقيله شويه فممكن يجيبوا مسائل زي دي عادي جدا. اتوقع كل حاجه بجد. تمام. بتوع القاهره دلوقتي زمانهم يقولوا لي يعني قصدك ايه يا مس لا مش قصدي اي حاجه عادي جدا. تمام. طيب اكس واي ب 2 و 3 عايز اكس بار 2 براحه خالص. هو اكس ضرب الاكس وواي عندي اكس ودي واي صح. يعني انا عندي الاكس بتاعتي بكام ب 2 يعني كام اليمنت فيه او يعني معنى كام نمبر 1 يبقى الان يبقى هو عايز مين عايز اكس بار 2 مش عايز الان اكس. انا بصوا شفتها على ان هي ان اكس. تمام. عايز اكس بار 2 عادي يبقى 2 و2. تمام. على فكره ممكن يعني تلاقي اصلا كاتبها لك كده 2 و2 وقافل البراكت وحاطط لك دي فتروح انت تختار دي. غلط. احنا ست يا جماعه. الست دي مهمه قوي. تمام. طيب هنيجي على اللي بعدها. بيقول لك ايه بقى بسم الله. A circle with the circumference 10 by what the area of the circle. طيب دلوقتي انا عندي ايه السيركل بتاعتي what a عايز circumference اوكي بتاعتها بكام ب 10 يبقى 2 باي الار equal 10 الباي راحت مع الباي يبقى 2 ار equal 10 يبقى الار بتاعتي بكام ب 5. تمام. طيب انا الار بتاعتي ب 5 هو عايز الايه الاريا. تمام. اللي هي ايه باي ار باور 2 يبقى باي انت جبت لي الاريا ب 5 يبقى 5 باور 2 يبقى equal 25. اوكي. في اي مشكله في اي حاجه الاسئله دي في جيبك يعني اكيد يعني ايه يعني ما فيهاش اي حاجه. طيب السؤال ده بيقول لك if the straight line اوكي معاك الفانكشن بتاعتك ax minus 5 الله بس through the point 2 و 3. بص ده x ودي y. بص هفهمك حاجه. هو انا لما اقول لك اف x equal x plus 2 تمام واقول لك انت معاك 2.3 و4 مثلا موجودين هنا. بص يا حبيبي انا عندي الاف اكس دي كلها واي
تمام. اكيد 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 لو انت بتذاكر من اول سنه انت اكيد عارف حاجه زي كده، بس انا عارفاك ان انت فاتح الفيديو بتاعي وانت يعني ايه مزنوق زنقه وحشه وحشه جدا. تمام. فانت بصمجها ان الاف اكس بواي. تمام. يبقى الاف اكس بايه؟ بواي. يعني هي كلها على بعض بايه؟ بواي. ماشي. يعني انا عندي 3 و4 دي اكس وايه؟ واي. هشيل الاف اكس هقعد مكانها في 4. تمام. مثلا خليها دي بقى ايه اكس، وهنا الاكس ب 3 يبقى 3 اكس بلس 2. تمام. بلس 2 هتبقى ماينس 2. تمام. يبقى 3 اكس ايكوال 2، فانا عايز الاكس هتبقى ب 2 اوفر 3. تمام. فيا رب تبقى فهمت قصدي، عشان المساله هنا مبنيه على اللي انت اللي فهمته هنا. بمعنى لو ما فهمتش انا هنا في مساله عادي. طيب بيقول لك ان الاف اكس اي اكس بلس ال 5. ايه الاف اكس؟ انا هكتبها اهو اي اكس ماينس ال 5. هو بيقول لي ان هو بيتعدي ب 2 و 3. ال 2 هي الاكس. تمام. والاف اكس ب 3. ما انا قلت لك ان دي كلها بواي، يبقى انا عندي واي الواي بكام اللي هي اف اكس يبقى ب 3 ايكوال الاكس ب 2 يبقى 2 اكس ماينس ال 5. ماينس ال 5 هتروح الناحيه الثانيه بلس 8 بلس 5. 3 بلس 5 8 ايكوال 2 اكس. يبقى اعمل ديفايد 2 وديفايد 2 يبقى الاكس بتاعتي بكام؟ ب 4. الاكس بتاعتي ب 4. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. المساله اللي بعدها. طيب if the first rational of the two numbers 4 و 16 what the value A. تمام. بالراحه خالص، هو مديك 3 نمبر. اوكي. هو عايز الفيرست الاي. تمام. بيقول لك of the two number 4 و 16 what the value الاي. يعني هنحط الفور هتبقى هنا زي لها الفور وهنا ال 16. تمام. طيب ماشي. هعمل دولت كام؟ 4 times 4 ديفايد الايه؟ ال 16. 4 times ال 4 16. 16 ديفايد ال 16 ايكوال 1. ايكوال ايه؟ ايكوال 1. وخلي بالك قلت لك لما يجي لك 3 نمبر هتكرر النمبر الثاني هو نفس الثالث، النمبر الثاني هو نفس الايه؟ نفس الثالث. بالله عليك ركز، بالله عليك ركز. تمام؟ طيب هنا what's the distance between 2 points. تمام. عندك عايز الديستنس بتوين. سهله حفظتها. روت x minus x y minus y. x minus x y minus y ما بينهم بلس باور 2 باور 2. تاني x minus x باور 2 بلس y minus y باور 2. تمام. طيب انا عندي هنا اوكي تعالى نعملها هنا اهو. يلا x minus x 5 نيجاتيف 9 يعني هتبقى بلس 19. اوكي. بلس ما ننساش الباور 2، ما ننساش الباور 2 في الديستانس، ما ننساش الباور 2 في الديستانس. اوكي. طيب بلس نيجاتيف 12 نيجاتيف 6 نيجاتيف 12 نيجاتيف 6 باور الايه؟ باور 2. الكلام ده هيبقى 15 بلس 19 باور 2 بلس نيجاتيف 12 نيجاتيف 6 باور كام؟ باور 2. تمام. لا معلش انا عملتها 15 هتبقى 5. ثواني. هيبقى معايا الكلام ده بكام؟ ب 30. تمام. طيب المسألة اللي بعدها. طيب هو بيقول لك which of the following اوكي relation of function x to y. عايز الريليشن انهي ريليشن فعلا عامله مع الاكس وال2 واي. طب بصوا يا جماعه، انا ال1 طلع منها 2 وال5 طلع منها 7 وال7 طلع منها 9. حلو. طيب انا ال5 دي ما ينفعش عشان شغاله كذا مره. ال1 مع ال2 وال5 مع ال2 فبرضه لا ما ينفعش عشان الاكس طلعت معاها 2 فدي بالنسبه لي ما ينفعش. لازم رقم مع رقم مع رقم فما ينفعش. طيب ماشي. الاكس عملت ريليشن مع نمبر واحد فلا ما ينفعش تطلع مع كذا نمبر. هي دي ال1 مع ال2 5 مع 7 و7 مع ال9. اوكي. يبقى دي مساله كويسه جدا. طيب نخش على المساله اللي بعدها. بيقول لك ايه؟ نفس الكلام. بيقول لك ان الاكس ب 2 5. ماشي. السؤال ده انا كنت حلها في المراجعه. which of the following. تمام. عايز انهي واحده تمثل ست الاكس. ست الايه؟ ست الاكس.
بص هو الرسومات هنا مش باينه قوي، اوكي، بس انا هحاول ابين. هي كده، هي السهم هنا وكده 5 و2، تمام. فهي مش باينه، هي مش باينه، بس عموما لما انت هتشوف السؤال ده في الفاينل ريفيجن، فاينل ريفيجن صفحه كام في كتاب المعاصر؟ انا اقول لك اهي في كتاب المعاصر صفحه 30، تمام. اول سؤال نمبر 10، اوكي. فالاجابه هتبقى الاخيره عشان السهم طالع كده، فهتبقى دي. هي للاسف مش باينه هنا، تمام. طيب هنا بيقول لك بيقول لك ان الاف اكس ب1، زي انا عايز الاف 1 بلس الاف 2. بص يا حبيبي، الاف اكس قدام هي ايكوال نمبر، بمعنى هو انا لما اقول لك اف اكس، هو قال لك هنا اف اكس ايكوال 1. طب قلت لك انا عايزه الاف 2، مش انت هتشيل كل اكس وتعوض مكانها 2؟ شلت الاكس عوضت مكانها 2، يبقى الاف 2 ايكوال كام؟ 1. طب هنا اف اكس ايكوال مثلا 3، او الاف 3 يا ترى ايكوال كام؟ ما انت هتشيل الاكس تعوض مكانها ب 3 ب1، صح؟ لو قلت لك اف نيره بكام؟ انت عارف ان الاكس دي هتقعد مكانها بنيره، اف نيره ايكوال 1، تمام. فهي كده كده بتبقى ثابته. يعني هنا 1 هشيل الاكس واقعد مكانها ب1 ايكوال 1، بلس هشيل الاكس واقعد مكانها ب2 يبقى ب2، يبقى 1 بلس 2 ايكوال 3، تمام. لو انت ما فهمتش السؤال ده، السؤال اللي بعده بيتكلم على نفس الفكره. بيقول لك ان الاف اكس بكام؟ سوري، ان الاف اكس بكام؟ ب5. وات ذا فاليو اوف ذا، عايز الاف 5 بلس اف نيجاتيف 5 اف 2 بلس اف نيجاتيف 2. طب بالراحه كده يا مس، انت عايزه اول حاجه مين؟ اف 5، يعني معناها ان انت هتشيل الاكس وتعوضي مكانها بكام؟ ب5، صح؟ هشيل الاكس واعوض مكانها ب5 هتطلع معايا ب5، مفيش مشكله. طب اف نيجاتيف 5 معناها ان انت هتشيل الاكس وتعوضي مكانها بنيجاتيف 5، صح؟ يبقى الاكس نيجاتيف 5، يبقى 5 بلس نيجاتيف 5، تمام. طب الاف 2 معناها ان انا هشيل الاكس واعوض مكانها ب2، صح؟ طب الاف نيجاتيف 2 معناها هشيل الاكس هعوض مكانها بنيجاتيف 2. في كل الحالات هتطلع معايا بكام؟ هتطلع معايا ب5، هتطلع معايا ب5، يبقى 5 بلس نيجاتيف 5، تمام. و5 بلس نيجاتيف ايه؟ 5، اوكي. فالكلام ده كله هيطلع معايا، لا ما هو كده هيطلع في كل الاحوال 5، سوري، فتبقى 5 بلس 5 و5 بلس 5، تمام. هتطلع معايا بكام؟ ب1، هتطلع معايا ب1، تمام. مهما هو كده نمبر مش هيتغير. عارف لو دي مثلا اف اكس ايكوال 5 بلس اكس، ده فيها اكس، يعني انا مره هعوض الاكس في 5 ونيجاتيف 5 و2 ونيجاتيف 2، فاكيد كل مره هتطلع معايا نمبر ايه؟ مختلف. طيب يلا معانا السؤال ده بيقول ايه؟ يلا the volume of the right circular cylinder is circular cylinder ب 320 and its height is the 20. What the length of the base diameter؟ تمام، diameter يعني انا عايزه الراديوس، صح؟ هو هنا مديني الفوليوم بتاعت السلندر. الفوليوم السلندر ايه؟ اريا هايت، تمام. انا الاريا هايت دي اللي هي باي ار باور 2 تايمز الهايت. طيب ماشي، هو قال لي ايه الكلام ده كله اصلا ب 320 ومديني الهايت ب 20، يعني باي ار باور 2 تايمز 20 الكلام ده ايكوال 320، صح؟ طب بالراحه خالص كده يا مس، انا عندي الباي ار باور 2 تايمز 20 ايكوال 320، تمام. يبقى انا هعمل اول حاجه هو باي ار باور 2 اللي هي 20 320، هعمل ديفايد 20 وديفايد ايه 20. طبعا هي دي باي، صح؟ يعني معناها ان الباي هتروح مع الباي، صح؟ يبقى انا الباي دي مش موجوده، اوكي. يبقى 20 هتروح مع 20، يبقى الار باور 2 ايكوال 320 ديفايد 20 16، ار باور 2 16. هعمل الروت فتطلع معايا الراديوس بفور، الراديوس طلعت معايا بايه؟ بفور. طب عايز الديامتر هتبقى ب8، تمام. طيب هنا if the b is proportional mean between، لا السؤال ده مش هيجي خالص. طيب احنا طبعا نوقف، وبكده احنا كنا خدنا اهم الافكار اللي هتيجي في التشوز او الاسئله المهمه. والحمد لله احنا مش بنحل بس، لا احنا بنراجع وبنحل وبنجيب اصل الدرس كان بيتكلم عن ايه. فالحمد لله يعني ايه، مش مجرد بنحل المساله ودي الاجابه ودي الحل بتاعها، تمام.
يلا هنخش على الاسئله الكلاميه والاشكال الهندسيه ازاي بتتحل. تمام. طيب اول سؤال بيقول لك ايه؟ if b is the mean proportion between. طيب احنا عارفين الرول بتاعتها ان ال a equal cm وال b بتاعتها ب cm باور 2. بصمجها. تمام. لا ده العكس، cm باور 2 وهنا لا من غير 2. تمام. بصمجها. تمام. اول ما يقول لك مين بروبورشنال هتعمل كده. تمام. هتشيل الايه وتعوض مكانها بكام؟ بالسي ام باور 2 ماينس السي هسيبها زي ما هي على مين؟ يلا ايه هي بالمناسبه دي بلس. ايه هتبقى بسي ام باور 2 بلس البي بسي ام. هتتحل ازاي؟ هنحط هنا السي كومن، يبقى انا عندي ايه؟ ام باور 2 ماينس ال1، وهنا سي ام هاخدها كومن لان متكرره مرتين، فهتبقى ايه؟ سي ام بلس ثواني، هي السي هتروح مع السي الاولانيه، فهنا هتبقى ام بس، هتبقى ام بس. تمام. وهنا هتبقى ب1. حلو. ام باور 2 ماينس ال1 دي، ما انا ممكن اعملها ام ماينس ال1 وام بلس ال1 صح، على السي ام، وعندي مين؟ الام بلس ال1، مش دي هتروح مع دي، يبقى انا عندي سي ام ماينس ال1 على ايه؟ سي ام. تمام. في ايه مشكله؟ بس كده سيبها، هي كده وصلت للاخر. تعالى هنا a ماينس 2b بلس السي على الاي ماينس البي. تمام. بالراحه خالص. هي الاي عندي بكام؟ بسي ام باور 2 ماينس ال2. طب البي عندي بسي ام بلس السي ديفايد الاي بسي ام باور 2 والبي بسي ام. تمام. طيب مين مين اللي في كله ده كومن؟ اوكي، سي ام باور 2. سي ام باور 2 ماينس 2 هاخد السي كومن عشان هي مشتركه منهم كلهم. ام باور 2 ماينس 2 ام. اوكي تمام. بلس ال1 بلس الايه؟ بلس ال1. تمام. على السي ام هاخدها بره وهتبقى ايه؟ فاضل لي سي ام بلس ال1. تمام. انا بالنسبه لي الام باور 2 ماينس 2 ام بلس ال1 اللي دي بيفكرك بايه؟ بان احنا عندنا حاجه اسمها، بيقول لك ايه؟ the base of the triangle prism. تمام. triangle prism دي هي نفس الاسئله بتاعت السلندر. هي يا جماعه، هي بالله عليكم هي بتاعت الاسئله بتاعت هي الايه؟ السيركل سلندر. تمام. بس السيركل سلندر اللي هي اصلا كده دايما زي يعني طول الوقت هي سيركل، هي ايه؟ سيركل. فكنا ايه بنقول؟ الفوليوم بتاعتها اريا هايت، وكنا بنقول الليترال اريا بريمتر هايت، والتوتال اريا ليترال اريا بلس دبل الاريا. تمام. ده نفس الرول بتاعت ايه؟ بتاعت السيركل سلندر. لكن هنا البريزم فالبيس بتاعته بتتغير، ممكن تجيلك سكوير، ممكن تجيلك تراينجل، ممكن تجيلك ريكتانجل، عادي جدا. تمام. فانت اللي عليك انك لازم تحفظ رول السكوير، رول الريكتانجل، رول التراينجل، اللي بتاعت ايه؟ البريمتر والاريا. ارجع لفيديو المراجعه وهتلاقيني قايله كل ده بالتفاصيل. تمام. طيب هنا عندي ايه؟ الشكل with the hypotenuse length بتاعتي ب 17 متر on the side of the length ب 8. if the الهايت بتاعتي بريزم ب 12 what the value. اوكي فوليوم. ماشي. انا عندي هنا الرايت بتاعتي بكام؟ الهايبوتنس بتاعتي ب 17 صح، وعندي ان دي ب 8. هو عايز الهاي. حلو. طب بالراحه كده يا مس، علشان ايه؟ علشان انا عارفه الاريا بتاعت الترينجل هاف تايمز البيز تايمز الهاي. طيب ماشي. انا عندي دي ب 8 و17 يبقى 17 باور 2 ماينس ال 8 باور 2. الكلام ده ايكوال كام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 17 باور 2 ماينس ال 8 باور 2 طلع معايا بكام؟ لا ما سوري، هتبقى ماينس، تطلع معايا ب 15. يبقى دي ب 15. يبقى انا هجيب الاريا هاف تايمز ال 8 تايمز ال 15. هاف ال 8 4 تايمز ال 15 هتبقى بكام؟ ب 60. هتبقى بكام؟ ب 60. في اي مشكله؟ في اي حاجه؟ تمام. خلاص انا جبت خلاص الفوليوم، انا جبت الاريا بتاعته بكام؟ ب 60، ومعايا الهايت بكام؟ ب 12. تمام. يبقى 60
تايم ال 12 طلع معايا ب 700 ايه 20. تمام؟ فهمتوا؟ فانتوا لازم تبقوا عارفين التراينجل هاف تايمز البيز تايمز الهايت الاريا بتاعته، عارفين البريمتر بتاعته السايد كلها بلس السايد 3 مع بعض، السكوير عارفين ان الاريا لينس تايمز نفسها، وعارفين البريمتر لينس تايمز ال4. تمام؟ دي مهمة قوي. عارفين الريكتانجل، تمام، الاريا بتاعته لينس تايمز الويدز، والبريمتر 2 لينس بلس الويدز. اكتب عشان لو انت ما اتفرجتش على فيديو المراجعة اكتبها. تمام؟ الحاجات دي مهمة قوي، يعني مهمة جدا، وركز يعني ركز. ماشي؟ طيب هنشوف في مسألة تانية. لا. طيب هنا بيقول لك if the بسم الله اهو if x 3x plus b find point 4 و7. طب 4 و7 دي بالنسبة لنا x و7 دي بالنسبة لنا y، واحنا عارفين ان دي لما اشيلها هتبقى y، صح؟ طيب يبقى انا عندي 3x plus b. تمام؟ احنا قلنا الاف اكس اللي هي الواي بتاعتي بكام؟ ب7، صح؟ هتشيل الاكس وتعوض مكانها ب 4، يبقى 3 تايمز 4 بلس البي، الكلام ده ايكوال كام؟ 7. 12 في 7 ماينس ال 12 هتبقى الاكس بتاعتي هتبقى بايه؟ 7 ماينس 12 هتبقى ب 5، يبقى الاكس بتاعتي بنيجاتيف 5. تمام؟ طيب find the value of the each b والاف 1. تمام، وعايز بعد كده ان انا جبت خلاص البي بكام؟ بنيجاتيف 5. اوكي تاني بس معلش انا شلت ال 4، 3 تايمز 4 12 ايكوال الكلام ده كله ده ايكوال 7. 12 ماينس 7 ماينس 12 نيجاتيف 5. بعد ما جبت لي الاكس بنيجاتيف 5، بعد ما جبت لي البي بنيجاتيف 5، هات لي يعني انت بعد ما جبت 3 اكس نيجاتيف 5 خلاص انت جبت البي، هات لي الاف 1. الاف 1 دي معناها ايه؟ ان انت هتشيل كل اكس وتعوض مكانها ب 1، يعني 3 تايمز 1 ماينس ال 5. 3 تايمز 1 3 ماينس ال 5 نيجاتيف 2. تمام؟ بس يبقى تاني انا جبت البي عادي، وبعد كده خدت كتبت الايكويشن بتاعتي اللي هي جت. تمام؟ اف اكس اهي ايكوال الكلام ده كله، شلت الاكس وعوضت مكانها اللي هو عاوزه. اوكي بسم الله. طيب السؤال ده مهم جدا، بيقول لك الاي بي سي ار بروبورشنال، هات الاي بي بلس بي سي بلس دي بي اوف دي، يعني اثبت لي. طيب بالراحه خالص كده يا جماعه، هي انا عندي الاي بي ام والسي بدي ام. تمام؟ طيب بالراحه خالص، انا الاي هشيلها واحط مكانها يا جماعه دي حفظ. تمام؟ ده لما يقول لك بروبورشنال ايه كوانتنتس. تمام؟ طيب هناك لما يقول لك مين، تمام، او كونتينيت، مين او كونتينيت، الرول كانت المساله الاولانيه خالص في الاسئله الكلاميه. تمام؟ فاكتبها بصمجها. تمام؟ مش وقته تعرف ليه، مش وقته والله، عايز تعرف ليه برضه ارجع فيديو المراجعه. اوكي؟ طيب هشيل الاي واعوض مكانها بي ام، بي ام بلس بي، تمام، على البي ايكوال السي بدي ام، يبقى دي ام بلس الدي على الدي. اوكي؟ البي هاخدها كومن فتطلع معايا ام بلس الايه؟ ام بس، هتطلع ام بس معايا عشان ام بلس ال1، ام بلس الايه؟ ال1 على البي، البي راحت على البي طلعت معايا ام بلس 1. طب هنا الدي هاخدها كومن فتبقى ام بلس ال1 على الدي، الدي راحت مع الدي، دي طلعت ام بلس 1 ودي طلعت ام بلس 1، يبقى از ايه؟ هما الاثنين قد بعض. اوكي؟ طيب بسم الله. طيب المسألة اللي بعدها بيقول لك ايه؟ لا مش خلينا المسألة دي. طيب المسألة اللي بعدها بيقول لك اعمل مونتاج وانا بعمل كده، يعني اعمل مونتاج وانا اللي هو ايه كده، وانا بقول على المسألة اللي بعدها عشان هاخد المسألة دي على طول. طيب المسألة دي بيقول لك ايه؟ اكس واي، اكس ب 3 ام والواي ب 5 ام. سهلة خالص، سهلة. هتشيل الاكس وتعوض 2 تايمز 3 ام بلس الواي ب 5 ام ديفايد الاكس ب 5 ام بلس 3 تايمز الواي ب 5 ام. احسبها وحلها وخلاص. تمام؟ 6 ام بلس ال 5 ام، وهنا 5 ام
بلس ال 15m، 6 بلس 5 10m، و5 بلس 15 20m، m راحت مع الام 10 و 20 كام؟ هاف، تبقى هاف. تمام. طيب كل اللي انا عملته شلت وعوض x ب 3m، دي الحل بتاعي، x ب 3m والواي ب 5m. اوكي. طيب طيب المسألة دي، يلا المسألة اللي بعده بيقول لك 3a b2 are coordinate proportion. اوكي. طيب دي بالنسبة لي هتبقى 3a ab b24. فاكر القانون بتاعها لما كنا نقول لك ايه على بي على سي ايه على اف، هي نفس الكلام. هو عايز مين؟ الاي والبي. والله هنا عايز ايه؟ الايه. تمام. هي اصلا 3 على ايه وايه على بي، فقال لك 3 اوفر ايه ايه اوفر بي اوفر 24. طب بالراحه كده، احنا عارفين ان الكلام ده ايكوال ايه؟ ام. طيب احنا عارفين ان البي ايكوال 24 ام، وعارفين الايه ايكوال 24. ماشي 24 هي دي ايه؟ بي 24 بي باور 2 صح. طب ال 3 عارفين ان هي هتبقى ايكوال 24 دي ام باور 2 24 ام باور 3 صح. طيب تاني ثواني بس، يبقى انا عملت الايه؟ البي ايكوال 24، الايه بي 24 24 الايه البي ب 24 والايه 24 ام باور 2 وال 3 24 ام باور 3. يعني انا عندي 3 بكام؟ ب 24 ام باور 3. طب انا لو مش جبت الام هعرف اجيب البي والايه صح؟ خلاص هعمل ديفايد 24 وديفايد 24، يبقى الام بتاعتي ب 1 اوفر 8 صح. ام باور ام باور 3 ب 1 اوفر 8، يبقى الام الواحده منها ب 1 اوفر ايه 2. عرفت ازاي؟ عملت كيوب ال 1 اوفر 8 صح ولا لا؟ تمام. انا جبت الام هنا بكام؟ بهاف صح. طيب مش انا هنا تمام، مش انا كده جبت الام بهاف، يبقى خلاص هشيل الايه واحط مكانها 24 تايمز الهاف باور 2، واجيب البي 24 تايمز الايه الهاف، الاثنين تعملهم على آلة وتطلع. هنا السؤال ده بيقول لك ايه؟ x4 y5 z ايه؟ x4m y 5m سهله دي، والزد ب 3m سهله قوي، سهله جدا. تمام. اشيل الاكس واقعد مكانها ب 4m ماينس الواي بتاعتي ب 5m بلس ال2 الزد بتاعتي ب 2 تايمز 3m تمام، على ال2 تايمز الاكس بتاعتي بكام؟ ب 4m تمام. وعندي الواي نيجاتيف، لا معلش 2 تايمز 4m، والواي عندي بكام؟ ب 5m ماينس الزد بكام؟ ب 3m. اوكي. 4 ماينس ال 5 4 ماينس ال 5 ماينس 1m ماينس m بلس 6m. الكلام ده 2 باي 4 8 8 بلس 5 13 13 ماينس ال 3 10. اوكي 10 الام ماشي. طيب ماينس 10 ام ماينس ام بلس بلس ال 6 هتبقى ماينس 5، وهنا ماينس 10 نروحوا مع بعض، الكلام ده هيبقى ايه؟ هاف. الكلام ده هيبقى هاف. طيب السؤال اللي بعده ماشي. هنا بيقول لك نفس الفكره، بيقول لك اكس وواي نفس الفكره، اكس الواي 2 ل 5 نفسها، الاكس هتعتبرها ب 2m وتعوض، والواي هتعتبرها ب 5m وتعوض برضه، نفس الفكره وتشتغل على طول. اوكي ما فيهاش اي حاجه. طيب ماشي. دي بيقول لك فاكر اول سؤال؟ فاكر اول سؤال لما اعتبرنا ان ده مين؟ اهي نفس الفكره، الاي بتاعتي ببي ام باور 2 وبالسي ام باور 2 والبي بتاعتي بسي ام بس، هتاخدهم وتعوض. نفس المساله نفس الفكره بتاعت الايه بتاعت ال اول سؤال في في المسائل الكلاميه.
تمام. طيب ده تمام. اوكي يعني بص انا هحلها تاني عشان ايه نبقى عملنا اللي علينا برضو. اوكي بس هي نفسها يعني الايه هشيلها واحط مكانها بسي ام، سوري، الايه بسي ام بار 2 بلس 2، البي بتاعتي بسي ام على البي بتاعتي بسي ام بلس ال2 سي 2 ما هسيبها زي ما هي. الكلام ده ايكوال ايه؟ هشيل الايه واعوض مكانها بسي ام باور 2 ماينس البي عندي بسي ام على البي بتاعتي بكام؟ بسي ام ماينس السي. تمام. هي سي ام باور 2 بلس 2 سي ام، يعني ايه؟ هاخد السي ام، تمام، يبقى سي ام بلس، ما سي ام كومن، تمام، فسي ام راحت مع بعض بلس ايه؟ ال2. تمام. هنا على مين؟ انا عندي برضو نفس الكلام، هاخد السي بره فتبقى ايه؟ ام بلس، معلش هي مش السي هتروح هنا مع السي، ثواني كده، وانا لما اخد السي ام هنا بره هما راحوا مع بعض. اوكي ماشي، ام بلس الايه؟ بلس ال2. خلاص، وهنا هتطلع معايا نفس الكلام، ماشي، بمعنى ان السي ام هتطلع هنا كومن، فتبقى معانا السي ام ماينس ال1 على السي ام ام ماينس ال1، ام ماينس الايه؟ راحوا مع بعض، طلع معايا بسي ام اوفر سي، دي برضو راحت مع بعض، طلعت معايا بسي ام اوفر سي، فدي سي ام اوفر سي ايكوال سي ام اوفر سي، يبقى اذا هما الاثنين قد بعض. اوكي، مسألة حلوة واحفظ الرول. لو قال لك دي مين او كونتينيت، ولو قال لك كونتنتس، تمام، يبقى الاي ببي ام والسي بدي ام. جماعة احفظوها واكتبوها كده، تمام، بحيث لما تيجي لكم المسألة تعوضوا على طول وتحلوها. اوكي، خش على بعدها. خلاص تمام. مسائل الاشكال بتاعتي، تمام، اهم مسائل الاشكال دي كانت المسائل الكلاميه اللي بتيجي وتحلها، تمام، ايه اللي بيحصل فيها، تمام، الجزء بتاع الجبر، لكن ده الجزء بتاع الجيومتري ازاي بيجي في حل المسائل وحله. طيب اول سؤال كان بيقول لك ايه بالراحه كده؟ هو بيقول لك بروف ذات البي سي اي سي، من غير رغي كتير. انت عندك مين؟ الدي اي بارل للبي سي، الدي اي بارل للبي سي، صح؟ يعني دي بارل لدي، يعني الانجل اللي هنا قد الانجل الايه اللي هنا، دي بكام؟ ب 42، بس هي مش باينه قوي، هنقول ميجر مين؟ دي اي بي ايكوال للميجر مين؟ البي، صح؟ طلع مع بكام؟ ب 42، ما ده ب 40 ايه؟ ب 42. طب ما هنقول ان تراينجل مين؟ اي بي سي، تمام. انت عايز مين؟ الميجر الحته دي، برضو عايز الحته دي تعرفها، بس هو عايز البي سي نسبتها ان هي اكبر من الايه؟ من الاي سي، البي سي اكبر من الاي سي. طب خلاص، ان تراينجل اي بي سي، تمام، ميجر، هجيب الميجر دي اللي هي بي اي سي، ميجر بي اي سي، معانا ده تراينجل، صح؟ يبقى 180 ماينس 42 بلس 68، تمام. الكلام ده بكام؟ 180 ماينس 42 بلس 68 طلع معايا بكام؟ ب 70، صح؟ بالراحة خالص بقى، بالراحة خالص، طلع معايا ب 70. هو البي سي دي اللي هي قدامها مين؟ مش ميجر الايه؟ هنقول بقى بصوا يا جماعة، هنقول ايه بقى؟ بصوا هقول ايه؟ ميجر الايه اكبر من ميجر مين؟ هو عايز البي سي يثبتها اكبر من الاي سي، اكبر من ميجر البي، يبقى ايه؟ البي سي اكبر من الاي سي، تمام. بس حل مساله، واقسم بالله الحاجات دي بتبقى سهله جدا، المساله دي سهله جدا وتيجي في الامتحان ان شاء الله يعني، تمام. المساله اللي بعدها برضو مهمه قوي، وحياه ربنا مهمه جدا جدا، تمام. اول حاجه اعمل بروجكت كده، تمام. هو عايز يثبت ايه؟ ان الاي بي سي اكبر من مين؟ اي دي سي. طب بالراحه خالص كده يا مس، انا شايف دي 8 وشايف دي 7، صح؟ يعني معناه ان الميجر دي اكبر من الميجر دي،
وشايف دي 4 وشايف دي 5، معناه ان الميجر دي اكبر من الميجر دي. طب انا لو مش عملت بلس للميجر دولت، لو عملت ده بلس ده وعملت ده بلس ده، مش هتطلع دي برضو هتفضل كبيره؟ بس الكلام اللي انا قلته ده هقوله. يعني ايه؟ هقول ان تراينجل مين اي بي دي، تمام. هقول له ايه؟ ان الاي دي اكبر من مين؟ من الاي بي. تمام. اذا اني ميجر مين؟ ميجر اوكي البي اكبر من ميجر، لا بقى نحدد له بقى مش البي كلها، هنقول ميجر الاي بي دي، او ممكن نسميها يعني دي نسميها 1 ودي نسميها 2، دي نسميها 3 ودي نسميها 4، بحيث تسهل على نفسك في الكتابه. هتبقى ايه؟ هتبقى ميجر الواحد اكبر من الميجر 2. حلو. طب ماشي. ان تراينجل التانية اللي هي مين؟ سي بي دي. تمام. هنقول ايه؟ ميجر سايد الدي سي اكبر من ايه؟ السايد السي بي. تمام. يبقى ايه؟ ميجر ال3 اكبر من ميجر ال4. صح؟ دي بالنسبه لنا 2 وبالنسبه لنا 1. باي اد ادنج. تمام. ماشي. باي ادنج ايه؟ 1 from 1 و 2. تمام. اذا ايه؟ اني ميجر اي بي سي اكبر من ميجر اي دي سي. تمام. اوكي. هي مش طويله؟ لا مش طويله ولا حاجه. انت فهمت. انا قلت اللي انا قلت الميجر ده قد الميجر ده ان تراينجل، ان ده ان السايد دي اكبر من السايد دي، يبقى ميجر 1 اكبر من ميجر 2. ان تراينجل الثانيه ده قد ده، يبقى ميجر 3 اكبر من، بس باي ادنج 1 و 2 طلع معايا ده بس كده. اوكي. طيب بسم الله. السؤال اللي بعده قربنا نخلص. تمام. طيب هنا بيقول لك اليوكليد اليوكليد يا جماعه تو تراينجل. تمام. طبعا نفتكر مع بعض A B C D. ال A C بتاعتي بايه؟ قريبه في البعيده بس اللي هي باور 2 C B باي ال C D. تمام. طب ال A D باور 2 قريبه في البعيده اللي هي B D تايم ال C D. تمام. قريبه في البعيد. طيب ماشي. ولو عايز اللي في النص اللي هي ال A D، سوري خلاص ودام هي بي خلاص، اللي هي لو عايز اللي في النص يعني اللي هي الاي بي، هنا سميتها سي دي يعني. تمام. طيب ده في ده على ده كله. تمام. ده في ده على ده ايه كله. طيب بالراحه كده. هو عايز فايند ذا لينث. طيب ماشي. 9 ده 9 و16. طب هو عايز الاي سي. بص اي سي باور 2. يلا مين القريب منها؟ ال9 تايمز مين كلها؟ ب 25. صح؟ هي 9 بلس 16. تعالوا نتأكد سوا. 25. هو اي سي باور 2 عايزها الاي سي، فاروح اعمل ايه؟ روت ال 9 تايمز ال 25. طلع الكلام ده معايا بكام؟ 9 تايمز ال 25. 9 تايمز ال 25 بسم الله طلع معايا ب 15. طلع معايا ب 15. طب نكمل تحت. ماشي. هو عايز هنا مين؟ الاي بي باور 2. طلع معايا يلا القريب منها 16. تمام. تايمز مين؟ ال 25. يبقى انا عندي ال 16 تايمز ال 25 طلع معايا ب 20. طلع معايا بكام؟ ب 20. دي ب 20 ودي طلعت معايا ب 15. تمام. عايز الاي دي سهله خالص. مين دي؟ دي ب 20 في 15 على مين؟ 9 بلس 16 كام؟ 25. بس يبقى 20 تايم 15 ديفايد 25 تطلع معايا ب 12. ماشي. فيا جماعه الحاجات دي يعني سهله وتيجي في الامتحان. سؤال زي ده تصحى بكره تروح تلاقيه، فذاكروا حلوا. قلت لك القوانين في الاول، لان والله العظيم يعتبر والله بجد والله مش عشان حاجه، بس انا فعلا بمسك لك المساله بقول لك الرول بتاعتها، بفكرك تمام وبحل المساله. تمام. فيعني ايه، هتلاقي حتى ممكن الفيديو يطول شويه
يعني انا اصلا اللي هو انا جايه اصور بقى اللي هو ايه، قلت لا انا هطلع احل الامتحان وبس، يعني من غير شرح ومن غير اي حاجه. لكن بقيت لا، ضميري قال لي لا لازم اقول الرول وافكرك. اوكي طيب نيجي هنا اللي بعده، برضو نفس الفكره. بقول لك ايه، ان الاي اي بارل للمين؟ للبي سي. والله انت اهو الاي اي بارل للبي سي صح. طيب يعني ميجر الاي اي بي قد الميجر مين؟ البي. تمام. هنيجي اللي بعدها، الكلام ده ايكوال كام؟ 30. ما دي ب 30 يبقى دي برضو بكام؟ ب 30. هنقول الاي دي بارل لمين؟ للبي سي. يبقى ميجر مين؟ الدي اي سي. الدي اي سي قد الميجر مين؟ السي. الكلام ده كله بكام؟ ب 58 صح؟ ب 58. خلاص ماشي. بص انا لحد دلوقتي لسه ما بصيتش هو عايز ايه اصلا، بس انا بشوف اللي قدامي ان تراينجل. تمام. اي بي سي. اي بي سي عايز مين؟ ميجر اي بي سي. اذا ان تراينجل ميجر مين؟ بي اي بي سي اي بي بكام؟ 180 ماينس البراكت 30 بلس ال 58. تمام. يبقى انا عندي 180 ماينس ال 30 بلس ال 58 طلع معايا بكام؟ ب 92. طلع معايا ب 92. هي سيرتي اوكي ماشي. هو عايز يثبت بقى الكلام بعد كله ده ايه؟ ان الاي بي اكبر من الاي سي. ان الاي بي اكبر من الاي سي. ما كناش يعني الخطوه دي ما كانش محتاجينها يعني. تمام. الاي بي اكبر من الاي سي. طب ما هنقول له هنكمل هنا. بسم الله. القلم زهق مننا. ماشي طيب هاجي هنا اقول له نكمل. هقول له ايه؟ ميجر بما ان الاي بي اكبر من الاي سي. لا ده عايز بروف. اثبت له. هقول ميجر. هقول له ميجر مين؟ السي اكبر من ميجر البي. يبقى انا عندي السي اكبر من البي صح؟ السي اكبر من البي صح ولا لا؟ يبقى انا عندي الاي بي اكبر اي سي. بس كده. بس مسألة جميلة قوي. اوكي ها انا اسفة والله. ها ها بصي تحركيها بصابع واحد. ايوه وبعد كده تكبري بس. اهي. يلا المسألة دي بيقول لي ايه؟ جايب لك 9 و14 وبيقول لك عايز الاكس. طب والله دي يا مس يوكليد اللي يوكليد هو عايز الاكس، معناها يا مس ان انا اجيب له دي واجيب له دي. تمام يا جماعه ما تنسوش السؤال اللي فيه بروجكشن. يعني يا رب انا حاطه لك، يا رب ابقى حاطه لك مساله من دي مسائل مهمه قوي. تمام. وفي كمان مساله اللي هو فيرست قد الفيرست، سكند قد السكند. الجزئيه دي راجعوها ذاكروها. انا الحمد لله حل مسائل كتير عليها في فيديو المراجعه برده. تمام. فيعني ايه، في حاجات كده اللي هو ايه، انجز نفسك بجد، انجز نفسك. الساعه كام دلوقتي؟ بتتفرج عليا وانت الساعه كام؟ مثلا 1 بالليل، 2 بالليل، وامتحانك الساعه 7. فين المشكله؟ ذاكر من 1 ل7. اعمل اللي عليك، اعمل. بص ما تضيعش ثانيه. تمام. فين المشكله؟ لا يا مس ما ذاكرتش حاجه وما فتحتش، وكان الترم ده عيد ورمضان وكان عندي ظروف في البيت ومش عارفه ايه ومشاكل وبتاع. خلاص اللي حصل حصل. انت دلوقتي الساعه كام؟ 1. دلوقتي الساعه 11 الصبح، 12 الصبح. تمام. ايا كان لسه راجع من الامتحان وتبدا في الماده، ما تبدا في الماده دلوقتي. انت ايه مشكلتك؟ اصل الوقت ضيق ومش هلحق اخلص. عادي قوي. فين المشكله؟ تخش الامتحان وانت مذاكر يونت ولا مذاكر ولا اصلا مش مذاكر اي حاجه. تخش الامتحان وانت مذاكر 2 يونت من 4 يونت، ولا وانت مش مذاكر اي حاجه. اختار كده. اكيد تدخل الامتحان وانت مختار يونت او 2. فين المشكله؟ ذاكر لحد وقت الامتحان. خلصت اللي خلصته، حليت اللي حليته، خلاص خش الامتحان وتوكل على ربنا. عملت اللي عليك على الاقل. تمام. يبقى مش معناها ايه ده انا هشوف الدنيا ايه ده كتير قوي، ده فيديو المراجعات لوحدها كام لوحده ايه، والتقييمات مش عارفه ايه. فين المشكله؟ فين المشكله هنا؟ والله العظيم الموضوع اقسم بالله مش محتاج كله ده.
مش محتاج توتر ومحتاج مش عارفه ايه، عادي ابدا دلوقتي، ابدا دلوقتي اهو، انا بقول لك ابدا، وان شاء الله بكره يعني ان شاء الله بكره هتحل صح وتحل كويس جدا. جمع الرول. تمام. لا يا مس مش هقدر اتفرج على فيديو المراجعه اصل وقت ومش عارفه ايه. طب ذاكر الامتحان ده، ذاكر الاسئله دي. تمام. لعل وعسى تيجي من النوم واحده بكره، فين مشكلتك؟ فكمل كده واهدى. تمام. قوم صلي كده وارجع كمل الفيديو. تمام. يلا نكمل. ده مساله ليوكليد. تمام. خلاص يا مس انا حفظت. انت لو عايزه دي لازم يبقى معايا ده وده ومعايا ده كله. طب انا معايا ده كله بس معيش ده ومعيش ده، ما انا قايلاك على قانون. دي ماشيه اكس مثلا او نسميها اي حاجه، نسميها واي. اقول واي جي، لا برده قوي واي جي دي، هنسميها اكس جي مثلا، اكس جي. او هو عايز السايد دي، مهم يعني هتبقى ايه؟ روت دي باور 2 4 14، لا هي 4 تايمز كلها على بعضها بكام؟ ب 13. تمام. ونجيب اللي بعدها، انا عايز السايد دي اللي هي مين؟ 9 تايمز ال 13. شوف الاتنين طلعوا معاك كام؟ يبقى 4 تايمز ال 13 طلع معايا ب 2 روت ال 13. تمام. و9 تايمز ال 13 طلع معايا ب 3 روت ال 13. صح؟ خلاص يا مس انا معايا دي ومعايا دي ومعايا دي كلها ب 13، يبقى خلاص يبقى 2 روت ال 13 تايمز 2 روت ال 13 اوفر 13. تمام؟ طيب 2 روت ال 13 تايمز ال 3 روت ال 13 ديفايد ال 13. الكلام ده كله طلع معايا ب 6، يبقى الاكس عندي ب 6. مسألة سهلة وجميلة. نفس الحاجة. يلا هو بيقول لك اثبت لي الاي بي دي اكبر من السي بي دي. بالراحه كده يا مس، هي فين الاي بي دي؟ الاي بي دي، اي بي دي عايز يثبت الحته دي اكبر من السي بي دي، اكبر من دي. طب يا مس هو بمجرد النظر انا شايف دي 5 ودي 4، يعني السايد دي اكبر من السايد دي، يبقى دي اكبر منها. صح؟ تمام. طيب ان triangle. تمام. تعالى بقى نبدا في المساله. ان triangle. تمام. بالراحه. في سي بي دي صح؟ هنقول سي بي دي. تمام. هنقول ايه بقى؟ هنقول اول حاجه ان انت عندك الايه، لا مش هنبدا البدايه كده، مش بلاش نبدا البدايه كده. تمام. هنقول بالراحه ان triangle. اوكي. لا ثواني بس يا جماعه نعمل مونتاج معلش. يلا نبدا. معانا في المساله احنا وصلنا ان دي 5 و 4. بصوا يا جماعه هنقول ان triangle مين؟ السي بي دي، السي اي بي سي. تمام. هنقول بما ان البي دي از كومن. تمام. وهنقول ان الاي بي، هكتب اللي انا عارفاه اللي انا شايفاه، الاي بي قد السي بي. تمام. بس وهنقول الاي بي از كومن، وقلنا دي ان قد دي. وهنقول بصوا هطلع بس شويه، هقول لي بقى، هقول ان الاي دي اكبر من مين؟ من الدي سي. صح؟ من الدي سي. يبقى مين؟ يبقى ميجر الاي بي سي، يبقى ميجر ثواني اذا 3 نقط. ماشي. اذا ميجر اي بي سي اوكي اكبر من ميجر مين؟ دي بي سي. بس موضوع سهل وبسيط، سهل وجميل قوي كمان. اوكي. فين المشكله في المساله؟ والله قلت ده ان ده الكومن وده قد ده، وان السايد دي اكبر السايد دي، يبقى اذا ان ده الحته دي الميجر دي اكبر من الميجر دي. اوكي. طيب ماشي. اخش على بعدها. تمام. طيب مسألة مهمة جدا.
يا مس هو انتوا كل ما تشوفي مسألة هتقولي لي مهمة قوي؟ بص اقول لك على حاجة، الفيديو ده انا لما لك اعمل اسئلة فيه، ده بجد، يعني انا لما لك اعمل اسئلة في اسئلة مهمة قوي، تمام؟ وفي اخر الفيديو انا هقول لك ملخص بسيط كده المنهج ببقي، تمام؟ واقول لك هتركز على ايه وسيب ايه عشان تنجز، تمام؟ طيب انا ممكن تلاقيني مثلا وانا بقول لك المراجعه بتاعتي، او اقول لك ان في اخر الفيديو هتلاقيها مثلا بقول المنهج كله، انا مش بقول المنهج كله، تمام؟ في اسئله معينه انت هتركز عليها، في اسئله لا، تمام؟ طيب بص يا عم، انت معاك هنا اول حاجه انت شايف ايه؟ 7 و24 ومعايا بايثاغورس، صح؟ انا عايزه دي كامله، مش دعوه هو بيقول ايه دلوقتي، تمام؟ يبقى انا اقول 24 باور 2 بلس 7 باور 2، الكلام ده طلع معايا بكام؟ 24 باور 2 بلس 7 باور 2، طلع معايا الكلام ده بكام؟ ب 25. شكرا. بصوا يا جماعه انا عشان مش شايفه فانا هطلع الترينجل اللي انا هشتغل عليها، خلاص انا مش طلعت الحته دي كلها ب 25، يعني دي ب 9، وقال لي دي كلها انا طلعتها من باي سيجرت 25، يعني دي اكيد بكام؟ ب 16. طيب انا عندي سي بي دي، انا طلعت بس الحته دي كده، خلاص انا جبتها من باي سيجرت بتاعتي، اوكي؟ طيب هو عايز لينس اوف ذا بي دي، عايز البي دي يعني، اوكي؟ خلاص سهله جدا، مين اللي قريبه منها؟ هقول بي دي. مين اللي قريبه منها؟ ال9 روت ال9 تايمز 25، سهله خالص، هتبقى ايه؟ روت ال9 تايمز 25 طلع معايا بكام؟ ب 15، طلع معايا ب 15. طب لو كان عايز الدي سي سهله خالص، هقول روت مين اللي قريبه منها؟ ال 16 تايمز 25، وكان تعملها على الاله وهتطلعها لك، تمام؟ طيب فين هنا بقى؟ في هنا مسألة كمان بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاكس اثبت لي ان الاي اكس اكبر، ان الاي اكس اكبر من مين؟ من الاي واي، من الاكس واي، ان الاي اكس اكبر من الاكس واي. طيب ماشي بالراحه خالص، هو بيقول ان الاكس واي برر، بص بقى مديك معلوماتك ان الاي بي والبي سي، الاي بي ايه؟ اي بي والاي سي، الاي بي والاي سي والبي سي، اي بي والبي سي. طيب هو قال لي ان الاي بي اكبر من البي سي، صح؟ الاي بي مين اللي في وشها؟ يعني ميجر السي اكبر من ميجر مين؟ الاي، صح؟ وبما ان الاكس واي بارل للبي سي، صح؟ يبقى ايه عندي؟ ميجر السي هتبقى قد ميجر الايه؟ الواي، يبقى ميجر السي ايكوال للميجر مين؟ الواي اللي هي ايه؟ اكس واي، اللي هي ايه؟ الاي واي اكس، اي واي اكس، وميجر مين؟ البي قد ميجر الاكس، البي قد ميجر ايه؟ اكس واي، صح؟ ده قد ده وده قد ده، في اي مشكله؟ في اي مشكله يا حبايبي؟ تمام؟ خلاص مش انت دي 1 ودي 2 خلاص؟ ما هو انا اصلا انا عارفه دي قصدي 1 ودي بالنسبه لي 2، الاثنين دول بالنسبه لي 2. طب انا قال لي انا قلت لك ده قد ده، وهو اصلا ده كان اكبر، يعني السي دي كانت اكبر من الايه، صح ولا لا؟ صح؟ خلاص من 1 و 2 ان الاي اكس اكبر من الاكس واي، طبيعي جدا، تمام؟ بس كده. طيب نشوف المساله اللي بعدها. طيب مسألة مهمة جدا، مهمة قوي يا جماعة، اقسم بالله مهمة قوي، يعني ما تتفرجش على اخر الفيديو والله ما قصدي يعني والله ما قصدي حاجة اقسم بالله، ممكن تفهموا لها ايه حطها في اخر الفيديو عشان تتفرجوا على اخر الفيديو، والله ابدا، يعني هو الترتيب جه كده، تمام؟ طيب بس المسألة دي مهمة قوي، والله مهمة جدا، تمام؟ بيقول لك ايه؟ عايز الفوليوم اوف ذا تراينجل، تمام؟ تاني قلت لك في البريزم انت الاريا البيز بتاعتك بتتغير، يا بتبقى تراينجل يا بتبقى سكوير يا بتبقى ريكتانجل، فانت لازم تعرف الاريا بتاعت السكوير ايه والبريمتر ايه، الريكتانجل نفس الكلام، تحفظهم وتكتبهم، تمام؟ طيب 5 و8، خلاص هو انا اصلا معايا ال5 ومعايا ال8، يبقى هتبقى ايه؟ هاف ال6، معايا ال6 هجيب الاريا، هاف ال6 تايمز ال8، 3 تايمز ال8 ب 24، تمام؟ ومعاك الهايت ب 10، يبقى انا عندي 20، يبقى الفوليوم بتاعتي اللي هي الاريا الهايت
هتبقى بتاعتي بكام؟ ب 24 تايمز بكام؟ تايمز ال 10 هتبقى 240. 200 ايه؟ 40. تمام؟ طيب فحاولوا تحفظوها. طب هو لو قال لي الليترال اريا، والله انا هروح، هو ده الرايت انجل صح؟ 6 و8 انا عايزه السايد دي عشان انا في البريمتر بعمل الترينجل كلهم بلس صح؟ هروح اعمل ايه؟ 6 باور 2 بلس ال 8 باور 2 هيطلع معايا بكام؟ ب 10. طلع معايا بكام؟ ب 10 صح؟ يبقى انا الليترال اريا بتاعتي البريمتر هايت، البريمتر بتاعتي اللي هي مين؟ 6 بلس ال 8 بلس ال 10 طبعا تايمز الهايت اللي هي بتاعتي بكام؟ ب 10 ويطلع معايا الناتج هنا. تمام؟ بصوا بس فالموضوع هنا ان انتوا يعني اعتقد ده اخر مسألة خلاص. طيب يلا المسألة دي برضو مهمة جدا، مهمة قوي. تمام؟ هنعمل كده اول حاجة. اوكي، هو اول حاجة بيقول لك ايه؟ بيقول لك AD on ال AC، AD on ال AD on ال DC. طب بالراحة خالص كده يا مس، هي الايه لما هننزلها كده فهتقابل هنسميها مثلا البوينت دي اسمها ايه؟ تمام؟ بس يبقى عايز الدي اي. طيب انا عندي دي كلها بكام؟ ب 15، وهو انا لما قسمتها ظهر معايا ريكتانجل دي ب 10 دي 10 يبقى دي كام؟ 5. تمام؟ طيب هو عايز الاي دي اون مين؟ البي سي. تمام؟ طيب انا اول حاجه بس انا عايزه بس اجيب دي. تمام؟ اجيب دي اول حاجه. مش دي لما نزلتها عندها بروجيكشن يعني بربنتيجلر، بروجيكشن يعني بربنتيجلر. اوكي، يعني عملت بروجيكشن يبقى انت عملت ايه؟ هتعمل انجل 90 صح؟ يبقى هنعمل 13 باور 2 ماينس ال 5 باور 2. الكلام ده طلع ب 12، بما ان دي 12 برضه هتبقى دي بكام؟ ب 12. المساله بتاعتك خلصت. تمام؟ طيب اعتقد دي اخر مساله عندنا. تمام؟ طيب يبقى انا كده خلصنا بشكل يعني ايه، عملنا مراجعه. الاستاتيكس انا عارفه ان انا مش شرحتهاش. اوكي، مش راجعتها، بس انا خليتها يعني ايه موجوده معانا في المراجعه. اوكي، حليت عليها اسئله. التقييمات حلاها معظمها كلها، هو فاضل بس 2 ما صورش. تمام؟ ايه تاني عندنا؟ المنهج خلص. مسكنا المنهج بكل تفاصيله، مسكنا الدرس بيتكلم عن ايه، اللي انا شارحه كل يونت بالرول بتاعتها. يلا وعامله لك ملخصات. اوكي، يعني ان شاء الله يعني يبقى الموجود ده اللي احنا عملناه يبقى يعني ايه استفدت منه كتير يعني. تمام؟ وكمان دلوقتي هنتكلم على ايه، ازاي يا مس انا دلوقتي هركز على ايه. بص يا عم، انت اول حاجه هتركز لي على يونت 1 في ايه؟ في تفرق بين الكونتينيوت والكوانتنس بروبورشن. اوكي، طيب البروبورشن لما يجيب لك 3 نمبر فاعرف ان انت تاني نمبر هو نفس التالت ايه نمبر. اوكي، هتبقى بالنسبه لك فيرست سكند ثيرد. تمام؟ طب لو هما 4 فيرست سكند ثيرد فورث. اوكي، التعويضات. تمام؟ لما يقول لك اثبت لي ده قد ده ويقول لك ان هو مين بروبورشن. تمام؟ مين بروبورشن يبقى ايه؟ الاي بالنسبه لي هتبقى ايه؟ سي ام باور 2 والبي بالنسبه لي سي ام. تمام؟ طب انا لو قال لي كوانتنتس تمام عادي ومديلك 4 يبقى الاي بي ام والسي دي ام. تمام؟ ده وده لوحده. اوكي، ده كان من اهم حاجه. طب نقل على يونت 2 الفيرست قد الفيرست، السكند قد الايه؟ قد السكند. تمام؟ وخلي الاثنين زي بعض. بعد كده يقول لك هات ارسمهولي. تمام؟ او ايا كان اكس تايمز الواي، واي تايمز اكس، ان اكس ان واي. اوكي، بعد كده درس الفراكشن سواء كنت هترسمه بالتيبل. انا عارفه تقريبا انا ما جبتش السؤال عليه، اللي انت السؤال اللي انت هترسمه بالتيبل. تمام؟ ويجيب لك مثلا كده. تمام؟ يجيب لك مثلا اف اكس مثلا اكس بلس 1. تمام؟ فبيقول لك ارسمه لي، فانت كنت بتروح تعمل الجدول بتاعك. تمام؟ او تعتبر ان الاكس مره مثلا بزيرو. تمام؟ تعتبر مثلا الاكس بتاعتك ترسم ده اكس ودي اف اكس، تعتبرها مثلا مره ب1 و2 ب3 وتشيل كل اكس وتعوض مكانها وتروح ترسمها لي سواء بالجراف. تمام؟ وسواء بالتيبل. تمام؟
وسواء او بالايرو نفس الحاجه. اوكي، فيطلب منك بالشكل ده. فنخلي بالنا، خلي بالنا نقل على الجيومتري سهله. بقى السايد الكبيره قدامها الميجر الكبيره، الميجر الكبيره قدامها السايد الكبيره. نفس الكلام السايد الصغيره قدامها الميجر الصغيره، والميجر الصغيره قدامها ميجر السايد الكبيره. طيب بعد كده نقل على اليوكليد والبروجكشن، ونقل بعد كده على البايثاغورس، وبعد كده نقل على السيركل، قوانين السيركل تحفظها. بعد كده نقل على السيركل سلندر تحفظ القوانين بتاعها والبريزم، وكمان نقل على السلوب والديستنس. تمام، ده كان منهج كامل، ودي التفاصيل اللي انت المفروض تركز عليها. حل المساله بالراحه، ما تتسرعش. اقرا المساله، شوف المساله عايزه منك ايه. ما تقراش المساله كده، لا، انت بتحل ماس. يعني شوف هو اداك نمبر كام، عايز منك ايه، فايند ايه في الاخر، فايند مين وعايز ايه بالظبط. ركز وانت بتحل، هتلاقي النتيجه جت. اوكي، اعرف باللي انت بتعرفه، ما تبداش باللي انت ما بتعرفوش. وده اللي انا عودتك عليه واحنا بنحل في المساله. كان اول سؤال مثلا هنا كان سلوب، ومديني 2 unknown الاي والبي. اوكي، ايه يا مس الهبل ده، انا متعود على واحده بس unknown. لا، انا كملت المساله، قلت معايا قانون الاسلوب، انا عارف قانون الاسلوب بتاعي ايه، وشلت وعوضت وطلع معايا المساله. فاحنا نبدا باللي نعرفه، ما نبداش باللي ما نعرفوش، ونبقى مركزين ايه ده ازاي، ده اول مره اشوف المساله دي. مفيش حاجه، انت معاك رول. انا بالنسبه لي الماس رول ومنعوض بس، والشاطر هو اللي يعرف يستخدم الرول بتاعته بس في المساله. اوكي، فان شاء الله هتجيبوا نتيجه كويسه جدا، واتمنى ليكم اجازه حلوه. ماشي، وانبسطوا عادي، وانزلوا وخرجوا واعملوا كل اللي انتوا عاوزينه. وكمان بقى ان شاء الله هنشوفكم مع بعض ان شاء الله في ثالثه اعدادي، تمام، او جريد 9. بالنسبه لفيديوهاتي، انا فيديوهاتي بتبقى للطلاب الناشونال والطلاب اللغات. اوكي، الناشونال بتبقى نفس المنهج، واللغات بيبقوا نفس المنهج. اللي بيختلف من سيستم الناشونال وسيستم اللغات هو الانجليش عندهم هنا مختلف، في الناشونال اعلى شويه من اللغات. اوكي، يلا اشوفكم على خير، ويا رب تبقوا استفدتوا مني. واسفه لو كان في غلط في الحساب، او في مالتيبلاي او بلس او ماينس. بس كده تمام. يلا ثواني بس كده عايزه اقفل الفيديو ثواني، هنعمل مونتاج. اوكي، اتمنى خلاص تمام، واشوف وشكم على خير. يلا باي.